بيبدأ مسلسلنا مع بطلنا نوب واللي صحابه بيقولوله إن أخوه في عصابة كده متلمية عليه وشكلهم هيضربوه، وطبعا بيروح على هناك وأتاري العصابة دي عايزة من أخوه فلوس. بس لما نوب بيروح بيقدر إن هو ياخد أخوه، بيكونوا هيمشوا في أمان الله. بس فجأة بتاع العصابة ده بيقول كلمة بتضايق أخو نوب، فبيروح وبيضربه وبتحصل خناقة كبيرة. وفي نفس الوقت بتكون بطلتنا بيم في نفس المكان وشايفة الخناقة، وبيبان عليها إن هي متأثرة جدا وخايفة جدا، وبتفتكر موت مامتها برضو من عصابة، وصاحبتها بتتصل بالشرطة. وبيكون نوب باين عليه إنه بيضرب كويس وإنه شاطر في القتال، وفجأة بيتضرب ويطير ويقع عند عربية بطلتنا، وواضح كده إن هو حبها من أول نظرة. شكله هيبقى فيه قصة حب عظيمة ولا إيه؟ وطبعا مجرد ما نوب وصحابه بيسمعوا الشرطة جايين بيهربوا، ونوب بياخد أخوه وبيرجعوا على البيت. وفي البيت بتبان ان مامة نوب بتحب دان وبتحب نوب عادي جدا وخايفة عليهم. بس مجرد ما بيدخل الاب بيبان ان هو ما بيحبش نوب خالص، وكل همه دان ودراسته، عشان دان بيدرس وعايزه يبقى دكتور عشان ينتشلهم من اللي هم فيه. بيكون شايف ان نوب ده وش فقر وهو سبب كل المصايب، حتى هو السبب في ان اخوه يتضرب، وهو ولا السبب ولا حاجة، ده كل عمل له مصيبة، لدرجة ان ابوهم بيضرب نوب. بس الام هي اللي بتدافع عنه وبتدي فلوس لجوزها عشان يروح يشرب الزفت اللي هو بيشربه، وبيطلع ان هو مدمن على المشروب. وبيكون فعلا كل همه الفلوس وخدها وماشي. بس قال لنوب يا وش النحس خليك بعيد عني، ونوب باين عليه انه متأثر وشكله طيب قوي، ولا انتوا شايفين ايه؟ وبيكون نوب زعلان وبيفتكر ان من الطفولة وابوه دايما مفضل دان وبيجيب له كل اللعب وبيجيب له كل حاجة ليه، وانه دايما بيكره نوب. بس يا ترى ليه؟ اكيد في سر. وبالليل بيكون نوب قاعد مع اصحابه وبيكونوا سهرانين في مطعم. بس فجأة بيشوف بين اللي هو شافها الصبح، وكانت عمالة ترقص وتتنطط عشان بتساعد واحد صاحبها انه يبيع هدوم عنده، وهي بتشوفه وشكلها كده واخدة فكرة زي الزفت عنه. وفجأة بيجي افراد العصابة اللي كانوا عايزين فلوس من دان، ومش بس كده، ده المرة دي معاهم الرئيس بتاعهم. وفجأة بتحصل خناقة تانية، ونوب مش عايز يتخانق ولا حاجة وبيمشي، بس بيروحوا وراه. وفجأة صاحب بين لهبل كان عايز يهرب، خد معاه واحدة بالغلط وساب بين، وهي شايفة كل اللي بيحصل. وفجأة بيشوف العصابة دي وهم بياخدوا صحابه، فكان رايح بس خبط في بين بالغلط. فبعد كده خدها عشان يهربها من المكان، وحضرتها مش عاجبها، لحد ما فجأة بيجي واحد من العصابة وكان عايز يضرب نار على بطلنا. ففجأة بطلتنا بعد ما كانت خايفة بقت بتقوله سوق بسرعة، وفعلا خدها ومشي. وفجأة مينج بيكلم نوب وبيقوله ان اصحابه مع هي، ولو مش عايز يشوف جنازتهم قريب يبقى يجي في المكان اللي هو هيقوله عليه. وطبعا ساعتها نوب بيسيب بطلتنا، بس بيقولها ان في نور وفي ناس بتعدي من هنا على اساس تفضل في المكان، وبيمشي وبيسيبها. وفعلا بطلنا نوب راح على المكان ولقى ان اصحابه متعلقين وبيتضربوا، وبيكون متضايق جدا. وساعتها نوب بيبدأ يقول لهايا ان اللي بدأ هو مينج، لان هو اتنمر على اخوه الصغير وكان عايز منه فلوس، وان ازاي رئيس عصابة زيه يسيب واحد زي مينج يعمل كده، وان دي مش رجولة. فهيا قال له ان هو عنده حق، ونوب قبل ان اخوه هو اللي ضرب مينج الاول، بس كان عنده السبب بتاعه. وهيا قال له ان زي ما هو بيخاف على اللي منه، برضه مينج يعتبر زي دراعه اليمين، عشان كده هو كمان قلقان عليه يا حرام. بس برضه بيدي لنوب الحق ان رجالته ما ينفعش ان هم يجوا على الضعيف ولا على الاطفال ولا على الستات، ولا حتى ان هم يجوا جنب حد ما يقدرش يدافع عن نفسه. فنوب قال له ما دام كده طب ما تسيب اصحابي يمشوا بقى. بس هي بيرفض ويقول له ان هو مش عايز ان هو ومينج يتخانقوا بره في الشارع زي كلاب الشوارع، وان هم لازم يوضحوا ويحلوا كل حاجه دلوقتي. وهي قال له بما ان مينج لوحده مش قادر عليك فانت تغلب 2 وساعتها تفك واحد من اصحابك. وفعلا نوب وافق وبدأت اول جولة، ومش محتاجة اقول ان هو هزم اول 2، وبكده فك واحد من اصحابه. وتاني جولة كان مينج ومعاه واحد كمان، ومينج كان غلاوي شوية، بس مع ذلك قدر نوب ان هو يكسب مينج والواد التاني، وبكده المفروض ياخد صحابه الاتنين. وفعلا هي قالوا ان يقدروا يمشوا، وفعلا بيمشوا. بس مينج الخبيث كان عايز يضرب على ظهرهم نار، بس بيجي هايا وبيمنعه ويقول له ان بلاش يبقى زي الكلب اللي بيعض صاحبه من ظهره، وان هما مادام قالوا كلمة الرجالة الحقيقية بتفي بيها. وبكده سابوا بطلنا واصحابه مشيوا. وبتكون بطلتنا الهبلة سابت المكان اللي نوب كان سايبها فيه، وكانت خايفة وهربانة. بس الهانم تاهت وطلع عليها 2 وكانوا عايزين يخطفوها، وهي تصرخ وتطلب المساعدة. وفجأة جه نوب وقدر ان هو ينقذها، وبيقولها مادام خايفة كده سبتي المكان ليه؟ ده انا كنت سايبك في مكان آمن والعربيات بتعدي من هناك، وقلت لك ان انا ارجع لك. وان هو لما بيقول كلمة بيفي بيها.
فيها، وهي شايفة ان هي ازاي هتثق فيه وان هي ما تعرفوش، وان اهم حاجة ان هي حظها سيء معاه، وهي شايفة ان هو شخص مش محظوظ، وان كل ده بسببه هو. وشكل الكلام ده بيأثر فيه عشان ابوه دايما بيقول له يا وش النحس، فبيمشي وبيسيبها، وهي بتقول له انه بتاع مشاكل، وان دايما في حد عايز يضربه وبتاع خناق وبتاع، وان هي كانت في النص وهتموت بسببه، وان كل ما تشوفه بيكون في مشكلة يا صايع. وهو بيقول لها ان هي ما تعرفش اي حاجة فما تتكلمش وخلاص، فهي بتقول له ان هي بتتكلم من اللي شافته، بس هو شايف ان هي بتحكم من الظاهر، وان هي طول ما هي بترغي كده مش هتروح. وبعد كده بيسيبها، وهي بتفتكر انه هيسيبها في نفس المكان، وبتفضل تزعق وعايزاه ياخد مسؤولية اللي عمله، بس هو بيقول لها ان هي تاخد الخوذة دي وتركب لو هتروح، وهي اتفاجئت لانه ما ادهاش اول مرة، وبيطلع ان هو لسه شاريها لها، يعني شخص مراعي، وبتبان ان هي هبلة ومش عارفة تلبسها عشان اول مرة تلبس خوذة وتركب موتوسيكل. فبطلنا الحنين ساعدها، وبعد كده بيوديها على العنوان اللي هي قالته، بس بنكتشف ان هي بره البيت وعمالة بتنادي على مامتها، وهو بيسيبها وبيمشي، وبيطلع ان ده مش بيتها، وبيطلع ان هي مش عايزة تعرفه عنوانها الحقيقي. فبعد ما بيمشي بتروح على بيتها، يكون باباها في البيت وجايب الشرطة عشان اصحابها حكوله على اللي حصل، والشرطة بتسألها عن مواصفات الشخص اللي كان عامل الخناقة، بس هي بتقول اني ما شافتش وشه كويس عشان كان لابس خوذة، وما رضيتش ان هي تديهم مواصفاته، عملت حاجة عدلة في حياتها. وتاني يوم بنلاقي ان بطلنا رايح شركة انتاج، وبين بتشوفه هناك، وبتطلع ان هي بنت صاحب الشركة، وبعد كده بتقول لصاحبتها ان ده اللي انقذها امبارح، وبرضه هو اللي كان سبب خناقة امبارح، وبتقول لها يا ترى جاي يشوفني ولا ايه، بس صاحبتها بتقول لها انه رايح على الاستوديو، وبيطلع هو واصحابه جايين عشان يعملوا كاستنج للناس اللي هي بتاعت الدوبلير والاكشن والحركات دي. وطبعا مش محتاجة اقول ان نوب كان متألق، وبين كانت شايفاه من فوق، بس فجأة المخرج راح لهم وقال لهم ان في ناس اتقبلت، بس في واحد منهم هم التلاتة اترفض، ومحدش كان متوقع ان هو نوب، لحد ما المخرج بيقول ان نوب هو اللي اترفض، وبيكون مستغرب ليه وكان عايز يعيد تاني الكاستنج، بس بيعرفوا ان ده امر بنت صاحب الشركة، وهو بيكون مستغرب، وهو مش عارف هي مين، وبيكون بيدور عليها، بس فجأة راقبين قدامه، وبيقول لها ايه اللي جابك هنا، وهي ما بتردش، بس فجأة بتيجي واحدة من الموظفين، ولما بتنده عليها بيعرف ان هي بنت صاحب الشركة. وطبعا ساعتها بيروح نوب وبيتكلم معاها، وبيقول لها يبقى انت اللي خليتيهم يرفضوني، وهي بتقول له ما بتنكرش، ومش بس كده، دي كمان قالت لهم ان هو ما يقبلوهوش في اي فيلم في شركتهم، وهو بيكون متضايق وبيزعل لها، وما بيكونش عارف هي ليه بتكرهه وغضبانه منه قوي كده، عمل لها ايه يعني عشان تعمل كل ده. بس هي بتقول له ان هي ولا غضبانه منه ولا بتكرهه، وان هي بس ما بتحبش الناس اللي زيه، بس هو شايف انه ما عملش حاجه وان هو اصلا مش مجرم، بس هي شايفه لو قبلته هتتاكد ازاي ان هو مش هيعمل مشاكل خلال تصوير الفيلم، وان يوم التصوير الواحد بيكلفهم ساعات بالملايين وبالالوفات، وان هي مش هتخليه يدمر الشغل بتاعهم بسهوله كده. وبيكون في واحد شايف كل اللي بيحصل ده من بعيد، وفجأة بنلاقي ان نوب فعلا اتضايق جدا وراح ماسكها بقوة وبغضب، بس بعد كده سابها وقال لها ان هي شخص دماغه ضيقة وصغيرة، وان اللي زيها المفروض يعيشوا في العالم الصغير بتاعهم، يعني انت من الاخر غبية. وفجأة هو بيمشي وهي بتروح لصاحبتها، وواضح ان كلام نوب جرحها جدا، وبتقول لها ان ولا مامتها ولا باباها عمر حد جرحها بالطريقة دي، بس صاحبتها بتكون صريحة معاها وفاهمة اسباب بين، بس بتعرفها ان ما ينفعش نحكم على الناس من الظاهر عشان ده مش كافي، وان هي لازم تعرف القصة ورا الحاجات اللي بتحصل، وان هي خليته يمشي من الكاستنج بالطريقة دي ده مش عادل عشان خاطر هو فعلا موهوب. فساعتها بين بتفهم ان صاحبتها مغلطاها، وبعد كده بيروحوا لباباها، بس فجأة بتلاقي المخرج وتنو اللي هو كان شايف كل اللي بيحصل واللي بيكون مساعد باباها، وطبعا مش محتاجة اقول ان باباها عرف باللي حصل وشايف ان بنته مش المفروض تتدخل، وهي بتقوله ان هي جاية عشان تشتغل في الشركة، فهو بيعرفها ان حد يمشي او حد مناسب او لا دي حاجة ترجع للمخرج، وهو اساسا مش هيخليها تشتغل في الشركة من دلوقتي وهيشوف لها شغل تاني. وباباها شايف ان هي ما ينفعش تحكم على الناس لمجرد عاجبينها او لا، وطبعا ساعتها بين بتعتذر من باباها. وفجأة بالليل ان مينج بيقول لنوب ان هي عايز يشوفه، وبتكون بطلتنا قاعدة وبتواسي مامتها، وبتكون مامتها بتفتكر حادثة وشايف ان هي عمرها ما تنسى الحادثة دي وان هي هتفضل في قلبها، وبتكون بين فاهماها وبتقول لها ان جوزها وابنها اكيد دلوقتي بيركضوا في سلام، وان بين وباباها لسه معاها، وبتعرفها ان هي بتحبها جدا، وبتكون بين هي كمان خسرت مامتها، يعني دي مرات باباها، بس واضح ان هي طيبة جدا وبين بتحبها وبتعتبرها زي مامتها بالظبط. وبيكون بابا بين شايف اللي بيحصل من بعيد وشكل كده في حاجة مضايقاه، وفجأة بنلاقي ان بابا بين راح لمكان وبيكون شكله فيه رقص وفي حاجات غلط بتحصل، وشكله يا صاحب المكان يا يعرف اصحاب المكان، وبتكون في واحدة بترقص هناك، وبنتفاجئ ان هي بتبص لبطلنا وشكلها كده معجبة بيه، وبيطلع ان ابو بين ده شخص
مش كويس وكمان بيخون مراته، ده انت وقعتك سودا ووراك بلاوي. وبنلاقي هو كمان في نفس المكان وبيطلب من بطلنا ان هو يجي ويشتغل معاه هنا، وان هو عارف ان نوب محتاج فلوس عشان تعليم اخوه عشان العيشة، عارف وضعهم المالي من الاخر. بس بنتفاجئ ان نوب رفض طلبه وقال ان هو مش مهتم وما يقدرش يشتغل شغلانة في مكان زي ده، وبيمشي وبيسيبه. واضح كده ان هيتضايق. وبنلاقي ان مينج عجبته نفس البنت اللي هي معجبة بنوب وعايز ياخدها بالعافية، وهي بتعرفه ان هي ما بتبيعش نفسها، مش معنى ان هي بترقص في مكان ان هي سهلة، بس هو عايز ياخدها بالعافية لحد ما بيجي نوب وبيقدر ان هو ينقذها. وهي اساسا ما صدقت، راحت ضربة مينج وراحت رايحة مع نوب، وهي كانت عايزاه ان هو خلاص كده ما دام انقذها هو بقى حبيبها، بس هو ركبها التاكسي وقال لها يلا يا ماما روحي. وتاني يوم بنلاقي ان بطلتنا خلاص هتشتغل مع مرات باباها في الحاجات اللي تخص الافراح من ناحية الفساتين ومن ناحية الايفنتات والكلام ده كله. بتكون مرات باباها مبسوطة ان هي تشتغل معاها. وبنلاقي ان بطلنا هو كمان راح على شركة الانتاج، وماك قال له ان خلاص الادارة غيرت رأيها وانه يقدر يكمل شغل. وساعتها نوب بيتفاجئ عشان عارف ان بيم بتكرهه، بس بيجي تنو واللي مشكوك في امره بيقول له ان هي قالت له يعتذر يعني نيابة عنها وان هو هيكمل شغل. وبعد كده بنلاقي ان نوب بيسأل تنو عن نظام الدفع والفلوس، وهو بيقول له، بس بعد كده بيقول له ان هو عارف من ماك الظروف المادية بتاعت نوب وان هو هيساعده، ان هو يعني هيسلفه وانه يسدله الفلوس بعد كده على مهله. حركة لطيفة غريبة بزيادة. ولما نوب سأله عن السبب فقال له ان هو بيثق فيه من كلام ماك عليه. يا ترى وراك ايه يا تنو؟ وفعلا بطلنا اشتغل وتألق، وبعد كده راح لمامته بالفلوس وبيقول لها ان هي تشيلها لدان وتديها له عشان يدفع باقي مصاريفه. بس طبعا مش محتاجة اقول ان الاب الخبيث شاف الفلوس، ولما دان جه ومامته جت تديله الفلوس اكتشفوا ان الفلوس اختفت. ونوب عشان ذكي عرف ان ابوه خد الفلوس وجري على المكان اللي بيلعب فيه قمار وخد الفلوس غصب عنه، وابوه ما كانش عاجبه وعايز يضربه، بس قيس فجأة الشرطة جت. فساعتها نوب خد باباه وهرب ورجعوا على البيت. ومجرد ما دان شاف الفلوس في ايد ابوه بيقول له يرجع له الفلوس عشان الفلوس دي بتاعته، واذا كان عارف ان الفلوس دي هي مستقبله. ودان بيسأل ابوه ليه سرق الفلوس، وابوه قال له انه ولا سرقها ولا حاجه، وعارف ان دان محتاج مصاريف فقال يعني خد الفلوس عشان يستثمرها، بس هو ما قالش لدان مش اكتر. وبيرجع لدان الفلوس، وبعد كده مراته بتبدأ تزعقله ومستغربه هو ازاي عمل كده، واذا كان عارف ان الفلوس دي هي اللي هيكمل بيها ابنه تعليمه، وانه ازاي ياخدها ويأمر بيها، هو ده نوع من الاستثمار. بس جوزها بيقول لها ان هي تخرس وان هي ما تعرفش حاجه، وان هو كان ممكن يبقى محظوظ ويكسب اكتر واكتر لولا ان اللي هناك ده اتدخل، وطبعا قصده على نوب، وان لولا كده كان زمانه كسبان اكتر من 100,000. بس نوب بيقول له ان هو دايما بيشوفه بيخسر هناك، يبقى اشمعنى المره دي اللي هيكسب؟ راح ابوه لطشه بالقلم. يعني يا نوب اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم ايه في ابوه، وما تنسوش تقولوا لنا بتتابعونا منين، وان هو مش عايز نوب يديله محاضرات، وان اساسا لو الراجل ده وصل اللي هو فيه دلوقتي فشايف ان بطلنا هو السبب، لان عمر الشرطه ما راحت على المكان ده قبل كده، ومجرد ما هو راح النهارده البوليس جه. بس نوب ملوش ذنب وبيقول له مكان زي ده كل حاجته فيها غير مشروعه، ما طبيعي البوليس هيروح وهيقبض عليهم، مش محتاجه ذكاء يعني يا راجل. وان نوب ساعده، فالمفروض بدل ما يضربه ويهينه بالطريقه دي ان هو يشكره، وان نوب عمل كل حاجة عشان هو بس بيحب ابوه. ونوب بيسأل باباه اذا كان في يوم حبه، بس بنتفاجئ ان الجاحد بيقوله ان هو عمره ما حبه. وفجأة الراجل ده بيفجر قنبلة وبيقول لنوب ان هو اصلا مش ابنه، وبتتدخل مراته وبتحاول ان هي تسكته، بس هو ما بيسكتش وبيقول لها ان هو لازم يعرف الحقيقة، وقد ايه كانوا اهل نوب الحقيقيين سيئين ومش كويسين، وان عشان دمهم القذر بيجري في جسم نوب فعشان كده هم حظهم سيء، واداهم هم كمان الحظ السيء طول الوقت. بس فجأة بنلاقي ان مراته ما بتسكتش وبتقوم لطشاه حتة قلم، انا لو منها هديله 2، وبتقوله ان هو يخرس، وهو شايف ان مراته عمرها ما اهتمت بيه وما اهتمتش بحد غير نوب، وفجأة ساب لها البيت يلا في داهية. وطبعا بنلاقي الاخ نوب قاعد وحزين من الكلام اللي سمعه، بس بيجي دان وبيشكره على الفلوس اللي هو اداهاله، وبيطلع ان دان كان بيسمع طراطيش كلام من باباه كده لما كان بيسكر، وكان بيقول ان نوب مش ابنه، بس دان بيعرف نوب ان هو هيفضل اخوه وبيسيبه وبيطلع. وبعد كده بتيجي مامة نوب وبيكون نوب عايز يعرف الحقيقة، وفجأة بنلاقيها بتقوله ان هي مش مامته بس هي عمته واخت باباه الصغيرة، وبيكون عايز يعرف ابوه فين، وعمته بتقوله ان باباه كان بيشتغل في مجال صناعة الافلام في بلد اسمها تشومبوري، وان باباه كان ليه صاحب واستثمر معاه، وان الشغل كان ماشي تمام والدنيا كانت كويسة. بس في يوم باباه اكتشف ان صاحبه ده بيختلس فلوس من وراه، ومش بس كده
ده كمان صاحب ابوه كان متورط في تجارة المخدرات، وان ابوه كان هيواجه صاحبه وهيسلمه للشرطة، بس في الوقت ده كانت مامة نوب قربت تولد، عشان كده بابا خدها وكان رايح بيها على المستشفى. بس بعد ما وداها المستشفى وكان رايح للشرطة، فجأة في ناس ظهرت قدامه وراحوا ضاربينه بالنار، وان ابوه مات في ساعتها. وبتكون عمته متأكدة ان صاحبه الحقير هو السبب وهو اللي امر بقتل ابوه، وعشان كده كانت عمته راحة لمامته بسرعة. بس فجأة عمته شافت ان مامته ما بين احضان صاحبه، ومش بس كده دي كمان راحت وعاشت معاه، وبتقوله ان هما الاتنين اكيد اتعاونوا في قتل ابوه. وعشان كده عمته قالت لدونج اللي هو جوزها ان هما ياخدوا نوب من المستشفى، بس طبعا الرجالة اللي هما بتوع صاحب بابا طردوهم وحاولوا يقتلوهم وافتكروا ان هما فعلا ماتوا، بس كانت عمته وجوزها ونوب وهو بيبي هربوا، وعمته وجوزها خدوه وبدأوا حياة جديدة في المكان اللي هما فيه. وعمته بتقوله ان هو ما يتضايقش من دونج، وان دونج من جواه بيحبه وبيهتم بيه، والا ما كانش دونج جازف بنفسه وبحياته ويهتم بيه وهو صغير. وبتكون عمته عايزاه ينسى كل الكلام ده، بس هو شايف انه هينسى ازاي، وان مامته وصاحب ابوه اتأمروا على باباه وقتلوه، وشكله كده هينتقم منهم او هيدور عليهم. وبيسيب البيت وبيمشي، وبنلاقيه في معبد من المعابد بتاعتهم وبيصلي وبيهتم بالمكان. وفي نفس المكان بنلاقي مامة بين هناك وكانت بتصلي اكيد عشان جوزها وابنها اللي ماتوا، وفجأة اغمى عليها. وطبعا مش محتاجة اقول ان بطلنا هو اللي انقذها، وبين جت وشافت مامتها في الحالة دي وكانت خايفة عليها جدا، فخدوها عشان يودوها المستشفى. وفي المستشفى بطلتنا بتقول لنوب ان هي لما قالت له انه الشخص سيء وانه وش نحس ومش محظوظ، بتقول له ان هي بتسحب الكلام ده كله، وبتقول له ان هو شخص كويس وان قبل كده هو ساعدها هي والمرة دي ساعد مامتها، وان هي مش عارفة ازاي ترد له الموضوع ده، وبتشكره جدا. وبعد كده بيمشي عشان باباها جه، وهو لما بيرجع البيت بيلاقي ان دونج لامم هدومه وعايز يمشي، ولما بيحاول يوقفه دونج بيديله علقة محترمة لحد ما بتيجي عمته. ونوب بيقوله انه عارف انه ضحى بكل حاجة عشانه زمان، وانه برضه بدأ من الاول بسببه. وفعلا دونج بيقوله ان كان معاه فلوس واستثمرها في قارب بتاع صيد، بس طبعا بسببه كل حاجة ما كملتش، مع ان الشغل كان ماشي كويس. وطبعا ساعتها نوب بيفضل يعتذر له، بيقوله ان هو هيجيب فلوس ليه ولمامته، وبيفضل يترجاه عشان يعتبره زي ابنه. وبنلاحظ ان دونج ما بيردش، بس برضه ما بيسيبش البيت. وبعد كده بنلاقي نوب راح لواحد وبيقول له يا قائد، وبيكون شكله ضابط متقاعد وفاتح مكان ملاكمة في نفس المدينة اللي بطلنا قاعد فيها، وبيقول له انه عارف ان هو مش عايز يخش في مشاكل، بس هو عايز يسأله على حاجة. ونوب بيقول له ان من تشومبوري، وان هو اللي اقترح على مامته ان هي تيجي تعيش هنا، يعني معنى كده ان هو عارف ابوه اللي مات. بس القائد ده بيقوله ان هو شاف باباه مرة واحدة عشان هو كان من الضباط يعني اللي كانوا ساعات بيعدوا في المنطقة اللي فيها شركة باباه، وان هو ما كانش قريب من ابوه ولا كان بيشتغل على القضية بتاعت باباه. بس بيكون نوب عارف ان هو ممكن يكون عارف مين اللي باباه استثمر معاه. وهنا فعلا القائد ده بيقوله على اسمه، وبيطلع اسمه بنشا. وبيحاول بطلنا يسأله بنشا ده فين ولا بيشتغل ايه ولا بيعمل ايه، بس القائد بيقوله ان هو استقال من الشرطة قبل وفاة باباه وجي عمل مكان الملاكمة ده، وان ده كل اللي هو يعرفه. وتاني يوم في الشغل بنلاقي ان بطلنا راح الشغل وبيعمل شغله، وواضح ان بين بدأت تعجب بيه لان عينيها عليه. حتى وهو مروح بنلاقي البنوتة اللي هي كانت معجبة بيه في نفس المكان الظاهر بتقدم على شغل، واول ما شافته قعدت تقول له يا حبيبي يا حبيبي، وراحت ورا وعايزاه يوصلها. في الاول رفض، بس لما لقى بين شايفاهم قرر ان هو يوصلها، وده واضح ان هو ضايق بيه جدا. وبعد كده بياخدها على اساس هتبات عند حد من اصحابها، بس بيبص من البلكونه يلاقيها لسه في الشارع، ولما بينزل لها بيكتشف ان صاحبتها مش في البيت وان هي ملهاش مكان تبات فيه، وعماله تتحايل عليه ان هي تبات عنده. وطبعا في الاخر وافق وودها على اوضته وكان رايح يجيب لها هدوم. ودان حاسس ان في حد في البيت وعايز يعرف نوب جاب مين، بس لما دان بيدخل الهانم بتحضنه بالغلط على اساس فاكراه نوب، بس في الاخر اخيرا لاحظت ان ده مش نوب، وبعد كده كدبت وقالت ان هي حبيبة نوب، هي معتبرة نفسها حبيبته وخلاص. ودان بالليل بيتكلم مع نوب عن كيجاب البنت اللي هو جابها، وبيقول عليها كلام مش كويس وان اللي زيها بيبيعوا نفسهم عشان الفلوس. بس نوب بيدافع عنها وبيقوله ان هي شكلها عندها مشاكل مع اهلها، وان هي جت بانكوك عشان تشتغل وتعمل فلوس لنفسها
نفسها وان هي مش شخص سيء ولا حاجة، وان هي بس صاحبتها لسه ما رجعتش من الشغل فما فيش مكان تبات فيه. وتاني يوم الصبح بيصحى وبيلاقي ان كيشاب سايبة رسالة عشان طلعت سمعت كلام دان عنها، وبتقول لنوب ان هي راحت عشان تعمل مستقبلها ومش هترجع غير لما تبقى شخص كويس وتليق بيه. وتنو بيقول لأبو بين ان حصلت مشكلة في نقل البضاعة وان الشرطة اتدخلت، بس سيا ورجالتهم كويسين، الظاهر بيبيع مخدرات لحد. شكل ابو بين هيحصل له مشكلة كبيرة، وبتكون بين بتدور على بطلنا عشان مامتها عايزاه وبيروحوا له البيت، بس فجأة بيلاقوا ان في حريقة في البيت، فبتحاول بطلتنا ان هي تتصرف لحد ما اخيرا دان بينزل وبابا ومامته كمان بييجوا. وبعد كده بطلتنا بتسأل على نوب وبتقول لهم ان هي صاحبته لان محدش يعرفها، ومن الواضح ان كلهم فرحانين بيها كده عشان غنية، ودان كده شكله معجب بيها. وعمة نوب بتسألها لو في مشكلة في الشغل عشان كده هي جت، بس بطلتنا بتقول لها ان ابنها بيشتغل شغل رائع، ومش بس كده ده هو كمان ساعد مامتها، وان مامتها هي اللي بعتتها عشان عايزة تشوف نوب. وبعد كده بنلاقي دان بيتصل على نوب عشان بطلتنا عايزاه، بس هو ما بيردش عليه، وبتكون بطلتنا خلاص هتمشي، فدان بيروح وراها بيقول لها يعني ياخد رقمها عشان لو قدر يوصل لنوب ان هو يكلمها. واكيد طبعا بطلتنا بتوافق وبتمشي، وشكل دان فعلا معجب. وابوه كمان بيفكر ان لو دان بقى مع بين ان هم هيتنقلوا نقلة تانية، بس مراته بتقول له اسكت بقى قرفتنا. وبنلاقي ان بطلنا لما سافر قدر ان هو يوصل لواحد اسمه با، واللي بيكون شغال في المنطقة اللي بابا كان فاتح فيها شركة من زمان، ان ما كان شغال في الشركة اصلا. وبطلنا سأله عن نوب ابوه لان عمته سمته على نفس اسم بابا، وساعتها بابا بيقول له ان يا حرام نوب ده كانت حياته بائسة وان هو مات في سن صغير، وان الناس بتقول ان هو كان مديون لناس بتوع قمار ومراهنة عشان كده هم قتلوه. وساعتها بطلنا بيسأله عن بنش، قال له ايه ده انت كمان تعرفه؟ ونوب سأله هو فين، فبابا بيقول له ان الراجل ده غريب قوي، ورغم ان هو بقى رجل اعمال غني في بانكوك الا ان هو لسه ساعات بيجي يزور المدينة بتاعته، وان شكل بنشا ده كده بيفكر في الماضي عشان كده بيجي كل فترة. وساعتها نوب سأله امتى اخر مرة جه، فبابا قال له ده اللي هم كانوا لسه تحت وكان بابا ينضف لهم كمان. ونوب شكره وجري على هناك، وفي الوقت ده كان ابو بين معاه اللي هو سيا اللي هو تاجر المخدرات. وساعتها ابو بين كان بيعتذر من سيا على اللي حصل وبيقوله ان هو هيصلح كل حاجة. وبطلنا وصل لنفس المكان بس لسه مش قادر يشوف حد، وتنو كمان كان موجود. وفجأة رجالة ابو بين بيقولوا له ان الشرطة وصلت لهم تاني ولازم يهربوا، وفعلا هربوا من المكان. وبطلنا حاول يروح وراهم عشان يشوف شكل بنشا، بس فجأة في وسط ده كله خد له طلقة على الماشي، بس قدر هو وصاحبه يهربوا من المكان. وطبعا ابو بين عمال يتخانق مع تنو عشان هو لازم يصلح كل حاجة وما ينفعش ان الامر يتوصل بيه، شكل وراه قصة كبيرة. وبنلاقي ان تنو عمال يتكلم مع بابا عشان يعرف مين اللي جه سأل على بنشا، بس بابا يقوله ان هو ما قالوش ان بنشا غير اسمه لبلو. بلو ده اللي هو اساسا ابو بطلتنا، وقال يعني بابا يطمن تنو، فبيقوله ان هو ما يقلقش. فتنو قال له لا هو هيتأكد انه ما يقدرش يقول اي حاجة، وفي الاخر طبعا بيقتلوا بابا. وفجأة بنلاقي طبعا ان بطلتنا عرفت مكان نوب عن طريق دان وخدته عشان يقابل مامتها زي ما هي كانت عايزة، وبتكون مامتها واقفة في مكان معين وبتكون زعلانة وعمالة تعيط عشان افتكرت الحادثة اللي فاكرة ابنها مات فيها. وساعتها بين ونوب بيروحوا لها وهي بتقوله ان هي كانت عايزة تقابله بقالها كذا يوم، وان هي صدفة ان هي شافته في المكان ده، وفي الاخر ده ابنها يا جماعه، وهي ما تعرفش ولا هو عارف ان دي امه. ونوب بيقول لها ان هو جه المكان هنا عشان مسائل عائليه، وهي بتقول له ان هي جت عشان خاطر مفتقد عائلتها، وبتقول له ان اكتر شخص هي كانت بتحبه ومات في حادثه. وبين بتحاول تواسيها وهي ما تعرفش ان ابوها ورا كل حاجه، بس نوب بيعزيها وهي بتقول له ان الشخص ده لو كان عايش كان هيبقى في سنه دلوقتي. وطبعا بيكون نوب فاهم مشاعرها عشان برضو اكتر شخص هو بيحبه ومات في يوم ولادته، قصده على ابوه. وبين ساعتها اتفاجئت، وبعد كده جالها مكالمة عشان باباها مستني مامتها وبتقول لها، وفعلا بتكون هتمشي بس بتقول لنوب ان هي تتمنى تشوفه في بانكوك وان هي تعزمه كمان على الغداء، وشكلها كده حباه. قلب الام بيحس يا جماعة. وبالليل لما نوب وبين بيرجعوا على الفندق، بين بتاخد رقم نوب عشان لو حصل حاجة تقدر تكلمه، مع ان هي معاها رقم دام بس شايفة ان هي تكلم نوب اسهل على اساس هو سوبرمان بقى. بس بعد ما بتمشي نوب بياخد باله من نظرات دال ليها، وبعد ما بيطلعوا
بيطلع الأوضة دان بيقول لنوب إن هو معجب ببين وإن هو يحاول يقول كلام حلو في حقه، وشكل نوب اتأثر من كلامه. هما الاتنين بيحبوا بين. وطبعا في الوقت ده بيكون سيا بيدي بلو كلمتين في جنابه عشان للمرة التانية كان هيتقبض عليه بسببه، وشايف إن مرتين ايه الموضوع يا ترى صدفة ولا لأ. وساعتها سيا بيطلب فلوسه من بلو على أساس خلاص مش هيشتغل معاه، وبلو قال له مادام تراجعت كده أضمن منين إن أنت مش هتغشني، اللي هو يخونه يعني. بس ساعتها سيا قال له إن دي مشكلته، وفعلا بلو ادى الفلوس. بس بعد كده بنلاقيه ادى إشارة لتنو، وفجأة بنلاقي إن في انفجار حصل، معنى كده إن هم قتلوا سيا. دول شكلهم عصابة بقى. وتاني يوم الصبح بنلاقي إن تنو شاف نوب لما كان في المكان، لما كان بيدور على بانشا يعني. لأن بعد كده بنلاقي تنو بيتكلم مع نوب وبيسأله لو راحت شون بوري قبل كده، وفعلا نوب قاله إن هو راح عشان كان بيدور على حد قريبه. وبيكون نوب مستغرب، بس قبل ما تنو يقول أي حاجة بيكلمه ساعتها بلو، فبيسيب نوب وبيمشي. وبعد كده بيكون في تصوير، وبنلاقي إن مساعدة بين وفي نفس الوقت صاحبتها بتقول لها إن باباها موجود عند سيلين. دي واحدة ممثلة، بس بطلتنا شايفة إن اللي طالع على باباها إشاعات وعمره ما هيخون مامتها. بس فجأة بتروح الكرفان بتاع سيلين وبتشوفهم هما الاتنين في وضع مش ولا بد. وطبعا باباها بيتفاجئ أول ما بيشوفها، وهي لما بتمشي بيروح وراها وبيعرفها إن دي مجرد غلطة، وإن هو بيحبها وبيحب مامتها، وإن هي تسامحه وهو هيصلح كل حاجة. وطبعا بطلتنا زي الهبلة بتسامحه. وأتاري سيلين سامعاهم وشايفاهم، والنار بتطلع من عينيها وشكل وراها مصيبة هي كمان. وبعد كده بنلاقي بطلتنا واقفة مع نوب وبتاخد منه المنيو عشان مامتها عايزة تعزمه. بس بيجي واحد وبيقول لها إن ماي اللي هي صاحبتها وفي نفس الوقت المساعدة بتاعتها مستنياها، فهي بتروح. بس بعد كده بتيجي ماي وصاحب بين التاني وبيسألوا على بين، فنوب بيقول لها مش انت قلتي ان انت عايزاها وهي راحت لك؟ قالت له ان هي ما قالتش حاجة. فساعتها نوب بيشك في الموضوع وبيروح ورا بين، وفعلا بيطلع ان في ناس عايزة تخطف بين. بس طبعا مش محتاجة اقول ان بشوية الاكشن والحركات بتاعته قدر ان هو ينقذها. ومش بس كده، ده كمان كانت هتتخبط وانقذها للمرة التانية. هما تقريبا عاملين المسلسل عشان هو ينقذها. وطبعا بلو كان خايف على بين جدا، وبتحتضنه وبيروحوا البيت، وبتكون بين عايزة تعرف مين اللي ممكن يكون عمل كده، وبتكون منهارة. بس طبعا بلو ما عندوش رد. وتاني يوم بنلاقي ان نوب راح لها عشان خاطر مامتها عازماه على العشاء، بس كان متأنق وجايب ورد، وهي طبعا متفاجئة من مظهره. وحضرتها بتعدل له ياقة القميص، وباين عليهم حلوين مع بعض، وهو مش عارف ان باباها سبب كل حاجة، وان اللي جوه دي مامته، ولا هي عارفة ان باباها سبب كل حاجة، وان هو اللي قتل ابوه. واساسا شكله مش هيقول لها ان هو بيحبها عشان اخوه دان. واضح ان قصتهم كبيرة ومكلكعة، فركزوا معانا. وفعلا بعد كده نوب بيدخل وبيسلم على مرات ابو بين، وبيبان قد ايه هي لطيفة وكويسة وحابة نوب كمان. وبيقعدوا وبيتعشوا سوا والدنيا تمام. بس بعد كده نوب بيروح وبيقف قدام صورة وبيكون مستغرب، لحد ما بتيجي تارا وبتقوله ان في الصورة دي هي مامة بين الحقيقية، وان هي ماتت زمان وبين صغيرة بالغلط ما بين عصابات كانت بتتخانق، ومن وقتها بين ما عندهاش وان هي مرات ابوها. ونوب بيقول لها ان هو فاهم مشاعر بين عشان هو كمان زيها، وان ابوه زمان مات وبعد كده مامته سابته، وان في قرايب ليه اتبنوه وعاش معاهم، وانه من ساعتها ما يعرفش مامته ولا شافها. بس كده هو دلوقتي ما بقاش يفكر فيها، وممكن تكون ما بقتش عايشة اساسا. بس تارا بتقوله ما يفكرش بالطريقة دي، وان في حد عزيز عليها قوي مات في حادثة، بس هما ما لقوش جثته، فعشان كده لسه عندها امل ان هي تلاقيه، وان ممكن مامته هي كمان تكون لسه بتدور عليه. وتارا بتسأله لو شاف مامته هيقدر ان هو يكون معاها، بس هو ما بيكونش قادر يجاوب على السؤال ده عشان شايف ان مامته اساسا مش هتعمل كده ولا بتدور عليه ولا حاجة. واضح ان هما الاتنين متأثرين من الكلام. بس وبطلنا خلاص قضى اليوم وراجع على بيته، بيطلع عليه عصابة، بس طبعا بطلنا بيقدر ان هو يضربهم، بس هما بياخدوا الخوذة بتاعته. وتاني يوم الصبح بنلاقي ان تنو راح لنوب البيت، ومش بس كده جايب له طبق فاكهة الجاي يعني نيابة عن بلو، وان بلو بيشكره. ومش بس كده، قال له كمان الفلوس اللي هو مديون بيها لتنو بلو سدها نيابة عنه، وبيديله فلوس تاني. وبيكون نوب مستغرب بس بيقوله ان هو يشكر بلو، بس تنو بيقوله ان هو لازم هو اللي يروح يشكره بنفسه. وبعد كده بنلاقي ان بطلتنا راحة شغلها، بس فجأة بتعرف ان في حارس شخصي جاي لها، باباها عينه يعني بعد ما كانت هتتخطب. ولما بتنزل بتتفاجئ ان الحارس ده هو نوب، وهو بيكون مستغرب هو انت باباكي ما قالكيش ولا ايه؟ وبيطلع ان بلو عمل كل ده مع نوب عشان كان عايزه يبقى البودي جارد بتاع بنته. ونوب بيكون مستغرب، ما انت ممكن تعين لها اي حد تاني. بس بيكون بلو واثق في قدرات ومهارات نوب، وان نوب شاف بنته كانت هتتخطف ازاي. وبعد كده بيطلع له الخوذة. اتاري الناس اللي طلعوا على نوب كان بلو هو اللي مأجرهم عشان خاطر يتأكد من مهارات
اختيارات نوب قبل ما يعينه، وخصوصا ان بين وتارا هما الاتنين بيثقوا في نوب، وبكده بقى هو الحارس الشخصي بتاع بين. وطبعا بين بتكون فرحانة زي الهبلة وبتروح على شغلها عادي وهو قاعد، وبتكون بتتكلم مع اي ومي على اساس عندهم فساتين وعايزين حد يعرضهم ويتحطوا في مجله وحوار شغل كده. وبيكون اي شايف ان هي ممكن تجرب وان الفساتين عليها هتطلع حلوه، بس يا ترى مين اللي هيكون الموديل الراجل اللي معاها؟ وفجاه بيقترحوا ان هو يكون بطلنا وان هو مناسب ووسيم. وطبعا بما ان حضرته بيشتغل معاها ومعجب بيها بيروح معاهم عشان يعملوا الفوتوشوت، ودان هو كمان بيكون موجود في المكان على اساس معجب ببين، بس هي ما تعرفش ان هو معجب بيها. وبالصدفه بتكون كجاب هي كمان هناك وبتشتغل في حوار الهدوم وان هي تساعد وكده، وبتفرح لما بتلاقي ان نوب هناك، وبيفضل دان كالعادة يرخم عليها. وبعد كده بيكونوا بيبدأوا في الفوتوشوت في امان الله، وفجأة بتطلع عصابة ومصممين برضو ان هم يقتلوا بطلتنا. وبعد شوية اكشن وان هي فعلا كانت هتتضرب بالنار ونوب قدر ينقذها وهي مش عارفة هم مين، ونوب بيقول لها وحياتك ولا انا كمان عارف هم مين، بس اللي اعرفه ان هم عايزين يقتلوكي. وفعلا بيقدر ان هو ياخدها من المكان ويهرب، وتنوه ومعاه 2 رجالة بيوصلوا على المكان عشان يدوروا على بين والطقم اللي كان معاها. بس بعد كده بيجي واحد وبيقول للتنوه للكل ان هو شاف نوب وهو واخد بين وهربانين. وفي الوقت ده بنلاقي ان دان شايل كجاب لان شكل رجليها اتكسرت وهما بيجروا. مين شايف ان ممكن تنشأ بينهم قصة حب؟ وبعد كده نوب وبين بيلاحظوا ان زي ما تكون بين متصابة، هو خدش صغير بس كالعادة عملوه دراما وكان باين عليه ان هو خايف عليها. وتنوه طبعا كان بيحكي كل اللي حصل لبلو، وما بيكونوش عارفين مين اللي ممكن يكون عمل كده لحد ما بتيجي مكالمة لبلو وبنكتشف ان سيا اللي بلو حاول يقتله في اول المسلسل لسه عايش. وطبعا بلو بيفضل يقوله ان كل الحاجات دي بينهم هما الاتنين وان ملوش دعوة ببنته، بس سيا قال لبلو ان هو مش هيخلي بلو يموت قبل ما يشوف الناس اللي هما بيحبوهم ماتوا. وفعلا بيكون نوب واخد بين على المستشفى وخلاص اتعالجت، بس بيلاحظ ان في ناس لسه بيدوروا عليهم، بس بيقدر ان هو ياخدها ويهرب. وبعد كده بنلاقي ان نوب خد بطلتنا على الضفة التانية من النهر لواحد اسمه بريم، وهيقعدوا عنده كام يوم لان هو يعرف القائد اللي كان شغال في تشونبوري، فاللي هو ممكن يكلمه عشان القائد ده يكلم ابو بطلتنا عشان يجي وياخدها، لان هما ولا معاهم موبايل ولا حافظين ارقام حد. وبريم ده بيلاحظ اعجاب نوب ببين فبيقترح عليه ان هو يتقدم لها ويخلص بقى، بس نوب شايف ان هو مش النوع بتاع بين وان هي مش هتعجب بيه ولا حاجه. وفعلا بيحاول ان هو يكلم القائد بس الخط ما بيجمعش، زي ما يكون غير رقمه والرقم الجديد مش مع بريم. وبتكون بطلتنا متضايقه اللي هو هي عايزه تروح هترجع ازاي، فهو قال لها ان ممكن يستنوا كام يوم وان اكيد اصحابهم هيلاقوه عشان يعني ما يكونش فيه خطر عليها ولا حاجه. وفعلا بنلاقي ان العصابه لسه بتدور على بطلتنا، وعرفت ان هي ونوب خدوا قارب وراحوا على الضفه التانية من النهر وشكلهم كده هيروحوا وراهم. وبيكون بالليل نوب قال يعني واخد بين عشان يفسحها بما ان هي متضايقه وكده، وخدها في النهر في مكان كده في حاجات بتنور وهي بتكون مبسوطه جدا. وفي هذا الوقت بيحصل تقارب صغير ما بينهم هما الاتنين، وفجاه ابطالنا بيلاقوا ان دان واصحاب نوب وراهم، يعني عرفوا مكانهم. بس دان طبعا شاف اللي حصل واتضايق، ولما بيرجعوا على بيت بريم بيكون نوب واخد باله قد ايه دان متضايق عشان عارف اللي فيها طبعا. وبعد كده بطلنا بيعرف بين على القائد، وهي بتروح عشان تلم حاجتها ودان بيسيب البيت وبيمشي. فساعتها نوب بيروح وراه ودان بيتخانق معاه وبيواجهه ان هو كمان معجب ببين. وساعتها نوب ما بينكرش وبيقول ان هو فعلا بيحبها، بس في نفس الوقت مش عايز يجرح دان. ودان شايف ان هو مادام مش عايز يجرحه يبقى لازم ينسحب ما بينهم، على اساس كان نوب وعده انه هيساعده. وبطلنا الاهبل بيوافق، ودان بيقول له ان هو لو كدب عليه وخدعه تاني ان ساعتها مش هيبقوا اخوات. واخيرا ابو بين هو كمان راح لها، وساعتها بنلاقي ان القائد افتكر لما شاف ابوها في مكان الحادثه بتاعه ابو نوب، وساعتها بيمشي من المكان قبل ما بلو يشوفه. وبنتفاجئ بالقائد انه بيروح لنوب وبيقول له ان هو ملوش دعوه بابو بين وان هو يا ريت يسيب الشغل هناك. وما بيكونش نوب فاهم ايه المشكله وعايز كمان يعرفه على بلو، وهنا القائد بيفاجئه وبيقول له ان بنشا هو بلو. وطبعا ساعتها نوب اتجنن وكان عايز يروح ورا بلو، والقائد حاول ان هو يمنعه وقال له ان هو لو قتله هيروح السجن. بس بطلنا بياخد موتوسيكل وبيروح على بيت بلو، وبيشوف بين وهي مع تارا ومع بلو وقد ايه هم مبسوطين، وهو طبعا متغاظ واكيد عارف ان تارا مامته، ولا انتوا ايه رايكم؟ وتاني يوم الصبح بنلاقي ان في مشكله ما بين القائد وما بين نوب، عشان القائد عايز يقول لعمه نوب وجوزها على ان بنشا هو بلو وان نوب بيشتغل عنده على اساس ياخدوا نوب ويهربوا. ونوب بيكون شايف ان هو مش هيفضل يهرب، هو ما عملش حاجه وان هو اساسا مش هيهرب خالص. بس
وساعتها بيكون القائد خايف عشان لو بلو اكتشف نوب ابن مين ساعتها لعيلته كلها هتبقى في مشكلة. بس نوب بيأكد للقائد اللي هو مش هيسمح لبلو ان هو يأذيهم وان هو عنده طريقة هيقدر ياخد حقه بيها. يا ترى يا نوب ناوي على ايه؟ وطبعا كده هو والقائد اتفقوا، والقائد مش هيقول حاجة لعمته خلاص. وبنلاقي ان بين وتارا وكمان بلو في المعبد اللي نوب فيه، وساعتها طبعا القائد بيمشي قبل ما حد يشوفه. وبنلاقي ان بلو راح عشان يتكلم مع نوب، وهما الاتنين بيقعدوا يتكلموا على الكاهن وعلى التمثال اللي قدامهم. وساعتها نوب قال له ان زمان وهو صغير قالوا له ان دايما بيكون في حاجات خلف الكواليس، يعني اي حاجة حلوة من بره اكيد وراها اخطاء. وساعتها بلو برضو بيتفق معاه في نفس الفكرة ومصدق ان مفيش اي حاجة كاملة. وساعتها نوب بيفاجئه وبيسأله لو هو ليه اخطاء، بس نوب لما بيلاحظ بيعتذر له على اساس يعني تخطى حدوده. بس بلو شايف ان دي جراءة منه وعجبته، فعشان كده عايز يجاوب. وبلو بيعرفوا ان حياته زي شغله، يعني في المشهد اللي قدام الناس بس برضه في خلف الكواليس اللي محدش يعرف عنها حاجة. وبلو شايف ان حياته مختلفة بس عن الافلام في حتة واحدة، في ان هو مش هيقدر يمسح الماضي. فساعتها نوب بيقوله شكلك كده كانت عندك ماضي سيء جدا ولا ايه؟ وبلو شايف ان بس لو الوقت كان بيرجع كان هيقدر يصلح اخطائه. بس نوب شايف ان مفيش حاجة في الماضي بتتصلح، وان ايا كان الانسان بيعمله دايما بيلف وبيرجع له. يعني لو عمل حاجة كويسة أكيد قصادها هياخد حاجة كويسة، ولو عمل حاجة سيئة برضه هياخد قصادها حاجة سيئة. وبلو بيقول لنوب إن أفكاره ونظراته بتفكره بشخص، وساعتها نوب بيقوله لو هو واثق فيه فإن هو يقدر يشتغل مع بلو وفي نفس الوقت يحمي بنته. وساعتها بلو قال له إن هو بيثق فيه ووافق إن هو يشتغل معاه وإن هو برضه يبقى البودي جارد بتاع بنته. ده شكله هيعمل فيكوا عمايل. وفعلا بعد كده نوب بيطلع وبيقول قدام تنو وتارا وبين ان هو كمان هيبقى البودي جارد بتاع بلو، وبياخدهم عشان يروحوا له بعد ما بيخلصوا الطقوس اللي هم بيعملوها وكل ده، ونوب قاعد معاهم. بعد كده بنلاقي ان نوب عمال يلعب مع بين وبيهزروا وشكله والله بيحبها بجد. وإذ فجأة دان شافهم. في الاول نحس كده ان نوب غير رأيه، بس بعد كده رجع وهزر معاها ولا اكن دان واقف، وده طبعا بيضايق دان جدا وبيمشي وبيسيب المكان. ولما بيرجعوا على البيت دان شايف ان نوب كدب عليه وبيضربه، وساعتها مامتهم بتتدخل وبتحاول تفك ما بينهم. وطبعا دونج لما بيجي وشايف اللي حصل ودان عرفه ان هو عايز ياخد منه بين، ده بيضايق دونج جدا وبيضرب نوب. بس فجأة بتلاقي نوب زي ما يكون اتحول وبيعرفهم ان هو بيحب بين ومش هيسيبها. ومش بس كده، ده كمان بيقول لهم ان هو مش ابنهم الحقيقي وان هو ما طلبش منهم ان هم يضحوا بحياتهم، قال يعني عشانه لما هربوا، وان دونج اساسا عمره ما اعتبره ابنه وكل همه ان نوب يجيب له فلوس وخلاص، وانه بيدفع فلوس تعليم دان كمان. وطبعا بعد الكلام ده كله دونج بيطرد نوب، وساعتها نوب قال له انه كده كده هيسيب البيت وهيروح يعيش في بيت بلو، وبيقول لهم ان هو رد لهم المعروف لما كان بيشتغل وبيديهم الفلوس، وان هو شخصيا ما كملش تعليمه بس بيطلع وبيكون باين عليه ان هو منهار. يعني عمل كل الكلام ده كده وكده اكيد عشان يبعدهم عن بلو وما يشكوش. وفعلا بيروح على بيت بلو، وهناك تارا اللي بتستقبله وباين عليها ان هي حباه، بس هو من نظراته كده شكله مش طايقها. وتاني يوم كالعادة بيروح مع بين على الشغل، وبيكونوا بينقوا في صور كده من الفوتوشوت، وهو بيختار واحدة وبيكون مستغرب ان هي وثقت فيه، وبيقول لها ان دايما الناس اللي بنثق فيهم هو اللي لازم نخاف منهم لان عادة بيخونوا ثقتنا. بس هي شايفة ان هو مش هيعمل كده وان هي واثقة فيه. وبعد شوية بنلاقي الاخت كشاب جت، ومش بس كده دي بتعترف بحبها لنوب قدام بين، وده بيضايق بين جدا. بس بنلاقي نوب بيقولها ان هي تبطل تحوم حواليه عشان هو مش بيحبها، وكجاب شايفة ان هي هتستناه، بس هو بيقول لها ان هي ما تستنهوش عشان خاطر هو بيحب حد تاني. وكل كلامه بيكون متلمح على بين وبيكون باصص لها، وهي ما بتعلقش وما بتقولش اي حاجة. الاخت بين يعني موافقة على كلامه. وتاني يوم في الشركة نوب بيتفاجئ ان اصحابه موجودين ولابسين فورمال، وما بيكونش فاهم هم جايين يعملوا ايه، وهم بيكونوا عايزين يفهموا ايه اللي هو عمله مع عمته ومع دونج، بس هو ما بيقولش اي حاجة، وهم بيصمموا على قرارهم وبيروحوا لبلو وبيعرفوه ان هو كمان عايزين يشتغلوا معاه. وساعتها بلو بيوافق، بس بعد كده نوب بيحذر اصحابه وبيقول له ان الشغل ده خطير وعايزهم ينسحبوا وهو هيتكلم مع بلو. بس ساعتها اصحابه بيقولوا له ان هم اصحابه وهيبقوا معاه في اي حاجة حتى لو الموضوع خطير. وبنلاقي ان بلو نزل وبيقول لهم ان هم يروحوا عشان يحرسوا بين وان هو هياخد نوب معاه. وكالعادة بيروح على المكان الغريب المريب بتاعه، وسيلين كانت هناك وبتترجاه ان هو يفضل معاها عشان يعني قال هي بتحبه، بس هو بيقول لها
ان هو وعد بين وانه مش هينفع يكون معاها، وبيديها فلوس قال يعني تعويض عن المدة اللي قضوها سوا، وهي بتقطع الشيك وبتعرفه ان هي جدية بشأنه وان هي هتثبت له ده. وبين بتخلي اصحاب نوب ياخدوها على مكان القائد، وبتقول للقائد ان هي عرفت ان هو كان شغال في تشومبوري وان هي عايزاه ان هو يحقق في قضية كده شكلها كده بتدور على ابن تارا، بس هو بيفاجئها ان هو مش هيقدر يساعدها عشان هو سايب الشرطة بقاله كتير، وحتى اصحابه اللي هو يعرفهم كل واحد راح في طريقه وهو مش على تواصل معاهم، بس هو طبعا عامل كده عشان خاطر مش عايز يساعدها. وكان مينج وسيا في نفس البار وطبعا قعد يشرب ويسهر معاهم، بس بعد كده بنكتشف ان دي خطة منه عشان يثقوا فيه. وحتى لما بيروح البيت بيعمل قلقيه نفسه سكران عشان خاطر بطلتنا تساعده، وفعلا بطلتنا تساعده وهو فضل يستهبل، وفي لحظة كده طور وسألها لو بتحبه وراح مقرب منها، بس أخيرا هي مشيت. ومن نظراته بنكتشف إن هو كان مخطط لكل ده، وطبعا باباها شافها وهي خارجة من عنده. فتاني يوم الصبح المفروض بطلنا هيوصلها الشغل، بس جه بلو وقال إن الحراس التانيين هيوصلوها، وفضل هو يتكلم مع نوب وبيعرفه إن رغم إن تارا وبين بيتصرفوا كأنه مألوف يعني، إلا إن هو مش شخص من العيلة وإنه مش عايز منه حاجة غير إن هو يعمل واجبه. ونوب قال له إن هو فاهم، بس بلو كان صريح أكتر وقال له إن هو عايز يسيب مسافة بينه وبين بين. وبيروحوا على شغل بلو، وساعتها نوب برضو بيفضل يبعت مسجات لبطلتنا وشكلها فرحانة. وفجأة بتيجي مكالمة لبلو من العاملة اللي في بيته وبتقوله إن سيلين جت على البيت، وهو طبعا اتفاجئ. وفجأة بنلاقي إن سيلين واقفة قدام تارا ومعاها شنطتها وعايزة أوضة في البيت، وتارا مش فاهمة اتجننت دي ولا إيه، بس بتعرفها بما إن هي حبيبة بلو فهي من حقها تعيش في نفس المكان اللي هو عايش فيه، فعايزة أوضة. بس ساعتها تارا بتعرفها إن ده مش ملجأ عشان تيجي تاكل وتشرب ببلاش، وبتخلي الخدم إن هما يطردوها. بس سيلين بتتخانق معاهم لحد ما بتيجي بين، واللي بتهددها لو ما مشيتش هتكلم الشرطة. بس تارا بتكون بجحة ومش فارق معاها، وبتقول لها كلميهم، ما انت عارفة اللي فيها ولا نسيتي لما شفتينا في الكرفان. وساعتها سيلين بتعرف تارا إن بين عارفة بعلاقة سيلين وبلو، وبين بتخلي الخدم يطردوها للمرة التانية. بس فجأة بيجي بلو وبيضرب سيلين بالقلم، ورغم ان هو ضربها الا ان سيلين لسه لازقة فيه. ومش بس كده، دي عايزاه يعترف باللي بينهم، وكل ده وتارا شايفاهم. وسيلين بتقوله ان هي ممكن تفضحه ومعاها الادلة اللي تثبت ان بقالهم سنين مع بعض، وان عندها استعداد تنشرها. ففي الاخر تارا بتزهق وبتمشي، وطبعا بتكون منهارة وبتحاول بين ان هي تواسيها، بس تارا بتكون متضايقة من بين عشان ما قالت لهاش، وما كانتش متخيلة ان سيلين ممكن تهينها بالشكل ده، لحد ما فجأة بيغمى عليها. وبيكون نوب شايف كل ده وبيكون ماشي وهيسيبها من غير ما يساعدها، لحد لما بيفتكر لما كان معزوم عندهم وتارا قالت له ان هي فقدت ابنها بس لسه ما لقوش جثته، وعندها امل ان هي تشوفه ولو لمرة واحدة، فعشان كده بيرجع وبيساعدها. وبنلاقي بلو مع سيلين في بيتها وبيهددها ان هي لو ما بعدتش عن عيلته مش هيحصل كويس. وسيلين بتستفزه ان هو يقتلها، وفعلا كان هيموتها بس في الاخر بيسيبها وبيعرفها ان هي ما تتحدوش تاني، وبيمشي وبيسيبها. وسليم بتكون زي المجنونة ومنهارة. بس بالليل نوب وهو راجع من عندها فجأة بيطلع عليه ناس وعايزين يقتلوه، وبيكون نوب هو كمان ماشي من نفس الطريق ده لانه المفروض كان رايح لبلو، بس إذ فجأة بيلاقي عربية بلو فبيدخل هو كمان في الغابة. وفجأة بنلاقي قدام بلو عدوه اللي هو المفروض كان عايز يقتله في اول المسلسل. وكان سيا مقرر ان هو يلعبوا لعبة قال يعني عشان يبقى فير، وخلى واحد من رجالته يدي لبلو مسدس، وقصاد كده كان سيا معاه مسدس، والاتنين رفعوهم قصاد بعض. بس بلو هو اللي فضل يضرب بالنار الاول، وفي الاخر طلع سيا لابس اللي هو الجاكيت المضاد للرصاص، وبيعرف بلو ان هو اللي عمل اللعبة فبالتالي هو اللي لازم يبقى متحكم فيها. وراح هو اللي ضارب نار على بلو، طلع معاه طلقة تانية وعايز يديها له في دماغه، بس إذ فجأة نوب لحقه وتدخل وقدر ان هو ينقذه، وخده وهرب من المكان ووداه لتنو على اساس يوديه المستشفى او للدكتور ويتعالج. وبلو طلب منه ان هو ما يقولش اي حاجة لبين ولا لتارا عشان ما يقلقوش، وان هو يقول ان هو بس اتعرض لحادثة. وفعلا نوب بيعمل كده، وتارا كانت سامعة بس ما ادتش رياكشن. وبعد كده بلو رجع على بيته وهو متصاب، وكلهم فاكرين ان هي حادثة، وبين شايف ان هو المفروض يبلغ الشرطة، بس هو شايف ان مفيش داعي وان هو هيقعد كام يوم في البيت وهيبقى كويس. وبيقول لنوب ان هو يخلوا باله من بين عشان طبعا عارف اللي فيها. وبعد كده بنلاقي ان نوب راح للقائد، والقائد بيتكلم معاه وبيقوله ان واحد من اصحابه حكاله على اللي حصل مع بلو وان نوب انقذه، فبيسأله لو غير رأيه او ليه انقذ بلو. بس ساعتها بيكون نوب شايف ان الموت هيبقى سهل على بلو، وان هو عايز يكشف كل اعماله القذرة عشان يتسجن مدى الحياة. ومش بس
بس كده، ده كمان عايز يشوف القريبين منه وهم بيتأذوا عشان يعرف معنى الأذى. وبعد كده بنلاقي ان نوب راح لبطلتنا وبيكون لطيف معاها وبيجيب لها ورد وشكله كده بيتقرب منها وعايز حاجة. وبيكون القائد راح على بيت بلو عشان عايز يقابل تارا، بس ساعتها نوب هو اللي لحقه واتكلم معاه، وطلع ان القائد عايز يتكلم مع تارا عشان هي مامة نوب، وشايف ان هو لما يحكي لها كل حاجة ان هي الوحيدة اللي هتقدر تمنع نوب من اللي هو بيعمله، على اساس صعبان عليه بطلتنا ان نوب يأذيها وهي ملهاش اي ذنب. والقائد بيواجهه مادام مش بيحبها يبقى ما يأذيهاش عشان اكيد مش هيتجوز بنت عدو. بس ساعتها نوب قال له ان هو بيحبها. طب مادام بيحبها هيعمل فيها ايه؟ والقائد بيكون مصمم ان هو ياخد نوب من المكان ويمشي عشان شايف ان هو بيأذي نفسه وهيأذي ناس ملهاش ذنب. بس ساعتها نوب زي ما يكون اتحول وكان وقح قوي مع القائد لدرجة ان القائد بيسيبه وبيمشي. وبنلاقي بعد كده ان نوب راح الملهى الليلي وقابل هايا وعايز يشتغل معاه، وفعلا بيكونوا سهرانين. بس بعد شوية بيكون نوب خارج من الأوضة اللي هم فيها وبيسمع صوت واحدة عمالة تصوت، فراح عشان يساعدها. وفي الوقت ده دخل عليه مينج وهايا، ومينج بيفضل يتهمه ان هو جاسوس، بس نوب بيقول له ان هو مش جاسوس حد وعايز يعرف ايه اللي بيحصل هنا بالظبط على اساس هيشتغل مع هايا بقى. وفي الاخر بيفهم ان هم بيجبروا البنات ان هم يكونوا مع ناس، وهايا عشان يختبره بيخليه ان هو ياخد البنت الموجودة دي ويوصلها لحد. وساعتها بيكون نوب باين عليه التردد، ومينج بيقول لهايا ان هو لسه مش واثق في نوب، فبيطلع ان هايا عامل ده امتحان ويشوف اذا كان نوب فعلا هيودي البنت ولا لا. وفي اللحظه ده بيجي تنو وبيقول لنوب انت ايه اللي جابك هنا، وبيكونوا الاتنين متفاجئين. وفي الاخر بطلنا بيقول لتنو ان هو جاي عشان بيشتغل مع هايا بيساعده يعني. وساعتها تنو بيقول لهايا ان البوس بتاعهم بيقول لهم ان هم يقفلوا المكان وما يوصلوش اي بنات. وبيكون مينج مش عارف طب هيعمل ايه في دي، وساعتها تنو زي ما يكون بيقول له ان هو يتصرف او يقفل الموضوع باي طريقه. وفعلا مينج بياخد البنت من بطلنا، وفي الاخر بطلنا بيسمع صوت ضرب نار يعني قتلوها. وبعد كده بنلاقي ان تنو مستغرب ان نوب جاي يشتغل هنا، وفي الاخر بيقول له ان هو يتسلى النهارده عشان ده اخر يوم للملهى الليلي، شكلهم هيقفلوه او في مشكله. وبالليل اصحاب نوب بيروحوا له، وبيطلع القائد قال لهم على كل حاجه وهم عايزين يساعدوه ومش عايزين طبعا يسيبوه، بس نوب شايف ان ده خطر عليهم، بس هم اصحابه وكده كده مش هيسيبوه. واحد منهم بيقول له مادام قريب من بلو كده وبيكرهه ما يديله طلقه ويخلص، بس نوب شايف ان دي موتة سهله ولازم يشوف مراته وبنته وهم بيتألموا وبيتأذوا. بس اصحابه شايفين ان بين ما تستاهلش منه كل ده وان هي شخص كويس وبيترجوه ان هو يسيبها بره انتقامه. بس نوب بيفتكر شكل البنت اللي قتلوها وشايف ان ناس كتير ماتوا بسبب بلو ودمر عيله نوب، فهو كمان هيدمر عيلته. وتاني يوم بتكون بطلتنا عندها شغل وبتصور في مكان مع صحابها، وبعدها نوب خلص شغل مع بلو وراح لها على اساس هياخدها على مكان احلى، ومفاجأة بقى وحركات، بس طلع خدها على المكان اللي قابل فيه تارا، وهي بتكون مستغربة ليه مسمي مكان زي ده ان هو منحدر الموت. فبيقول لها عشان تارا يعني قالت له ان هي فقدت حد بتحبه هنا، وبتكون مستغربة ان ليه مكان حلو زي ده يكون مرتبط بالموت. بس بطلنا بيعرفها ان مفيش فرق كبير ما بين الموت وما بين الجمال، وده على حسب احنا بنشوف الحاجة ازاي. وبطلتنا بكل حب بتقوله طب وانت شايف ايه، وهو كان هيقرب منها وعلى اخر لحظة اعتذر منها ومشي، وهي بتكون حاسة ان هو متغير معاها، وبيقول لها ان هو يلا يرجعوا بدل ما بلو يتضايق ويسمعهم كلمتين. فهي بتفهم ان تغيره ده ليه علاقة ببلو، وبتقول له باباها قال له ايه، وبيعرفها ان بلو قال له صراحة ان هو يبعد عنها وان هو مجرد حارس. بس ساعتها بطلتنا بتكون عايزاه ان هو يقول لها كل حاجة وما يخبيش عليها حاجة بعد كده. وفي لحظة كده بيقرب منها، وبعد كده بيكونوا راجعين تاني لاصحابها، بس فجأة الكاوتش بيفرقع وما بيكونوش عارفين يتصلوا بحد، فبيقرر ان هم يقضوا الليلة هنا على الشاطئ ما شاء الله. وفعلا بيقضوا وقت لطيف ظريف وبيقعدوا يلعبوا وبيهزروا وبياكلوا وكمان بيقربوا من بعض، بس ما بيحصلش حاجة يعني. بعد ما قرب منها بيناموا في امان الله محترم. واصحابهم تاني يوم بعد ما دوروا عليهم شافوا الموتوسيكل، فعرفوا ان هم في المنطقة. وبين كانت صاحية وخايفة وقلقانة عشان خاطر ما لقيتش نوب جنبها، وبتفضل تدور عليه وبتفضل تعيط وتدور عليه بصوت عالي، لحد ما بعد كده بنلاقيه ان هو طلع لها مرة واحدة وهي بتكون زعلانة وبتقول له ان هو ما يسيبهاش تاني. وقيس فجأة بنلاقي بلو تنو وراهم، وطبعا لما بلو بيشوف بنته في حضن نوب بيتجنن وبيكون عايز ياخدها وبيضرب نوب، بس بنته بتفضل تبعد باباها عن نوب لدرجة ان هي بتزق باباها، وواضح ان الاخ نوب مستمتع باللي بيحصل. وبعد كده بنلاقي بينا اعترفت لبلو ان هي بتحب نوب وان هو ما حصلش حاجة وكانوا راجعين بالليل، بس فجأة حصلت مشكلة في الكاوتش بتاع الموتوسيكل وان نوب اهتم بيها وما استغلهاش ولا
حاجة، وان هما بيحبوا بعض وان هي مش هتسمح لباباها ان هو يأذي نوب. ونوب بيستفز بلو، بيعرف ان هو عنده استعداد يتجوز بين ويتحمل نتيجة اللي عمله. وطبعا بلو لما بيسمع كده بيتجن وعايز ان هو يضرب نار على نوب. ومش محتاجة اقول ان بين الهبلة رمت نفسها قدام نوب وقالت لباباها ان هو لو عايز يقتل نوب يبقى لازم يقتلها معاه. وباباها قال لها لو مش عايزة تشوف موت نوب دلوقتي ان هي تروح معاه على البيت. وبين قبل ما بتمشي بتقول لنوب ان هي بتحبه وهتستناه في البيت. وطبعا نوب فرحان من اللي بيحصل عشان بيوقع كده ما بين بلو وبين. وبعد ما بتمشي بيكون بلو متغاظ وبيضرب له طلقتين في الهوا. ولما بيروح على البيت بيقول لبين ان هي ملهاش خروج من البيت وان نوب ده بيستغلها وطمعان فيها. بس بطلتنا شايفة ان نوب دايما بيحميها وبيخاطر بحياته عشانها وان هما بيحبوا بعض بجد. بس هو بيتعصب اكتر وبيقول لتارا ان هي تهتم ببنته وان هي ملهاش خروج وهياخد منها تليفونها كمان. وطبعا بين بتكون متضايقه من اللي بيحصل. بس بنشوف بين وهي منهاره بالليل وبنلاقي ان تارا بتقول لها ان دي حياتها وان هي لو متاكده من قراراتها ان هي هتقف معاها. ما حضرتها هي كمان حابه نوب وشايفاه كويس. قلب الام بقى. وفجاه بعد كده بنلاقي ان تنو راح عشان يقابل هي ومينج على اساس ان هم لقوا سيا. وتنو كان مجهز مسدسه بقى وحركات. ونلاقي ان هي بيقول له ان هو جابه النهارده عشان يتغدى مع سيا. وطبعا تنو افتكر ان هي خانه. بس مينج بيقول له ان هم ولا خانوه ولا حاجه وان رجاله سيا قدروا ان هم يمسكوهم بعد ما كلموه وان اكيد سيا ليه عرض كويس. وتنو الجلاله بتاخده وبنلاقيه بيقول لسيا ان هو مش هيتغدى مع العدو. بس بنتفاجئ من سيا ان هو بلاش يعتبره عدو وان هم يعتبروا حلفاء. وتنو ما بيكونش فاهم سيا عايز منه ايه بالظبط. وبنلاقي ان سيا عايز من تنو ان هو اللي بعد كده يأمن له نقل المخدرات. يعني من الاخر كده انه ياخد مكان بلو. وطبعا قصاد كده مش ان تنو هياخد مرتب زي ما بلو بيعمل معاه، لا ده سيا عايز يغريه وبيعامله على انه هيبقى شريك. وبيديله شنطة مليانة فلوس وبيحط جنبها مسدس على اساس يشوف تنو هيختاره ولا هيختار بلو. وبعد كده بنلاقي ان تارا خدت بطلتنا على اساس يعملوا شوبينج وهما الاتنين لوحديهم من غير ما رجالة بلو كانوا معاهم. بس فجأة نلاقيها ان هي جايباها المول عشان خاطر تقابل بطلنا. وكل ده عشان بطلتنا مش عايزة تاكل فهتديهم كام ساعة يقضوهم سوا. وقال يعني يأكلها شكلها كده حباهم. وفعلا بيكونوا بيقضوا وقت سعيد في امان الله. بس فجأة بلو رجالته راحوا على المول وسأل تارا على بين وهي بتقول له ان هي بتجيب حاجة وجاية. بس طبعا رجالة بلو قدروا ان هم يلاقوها وساعتها هربت هي وبطلنا. وهو كان عايز يسيبها تروح لابوها وهو يشوف طريقه او يسافر عشان مش عايز يعمل لها مشاكل. بس فجأة نلاقي ان بلو قدامهم وعايز يقتل بطلنا. وطبعا بطلتنا وقفت قدامه. وبعد كده جت تارا عشان تمنع بلو. في الوقت ده بطلتنا خدت نوب وهربوا. وبنلاقي ان الليل جه وبطلنا بيقول لبطلتنا ان هو اسف ويا ريتهم ما اتقابلوا على اساس عمل لها مشاكل كتير وفي احداث كتيره سيئه حصلت. بس هي مش فارق معاها كلامه ده وشايفه ان ايا كان اللي حصل سواء حلو او وحش فهو خلاص حصل. وان هي لو عادت الوقت كانت برضه هتختار ان هي تقابله وان هي بتحبه ومبسوطه معاه وبتفضل تساله لو هو مبسوط معاها. بس هو شايف ان هي المفروض ترجع لباباها لانه عمل لها مشاكل بما فيه الكفايه. بس هي مش عايزه تسيبه يمشي وبتساله عن اللي في قلبه واذا كان مبسوط معاها. وبطلنا بيثبت لها بطريقته ان هو مبسوط شكله بيستغلها. وفي الوقت ده بنلاقي ان تنو راح لبلو بيعتذر له على اساس لو كان موجود وخد باله من بطلتنا ما كانش كل ده حصل. بس بنلاقي ان بلو لطشه حته قلم عشان ما كانش موجود. وفي الوقت ده تنو بيفتكر ان هو اوريدي خلاص اختار سيا وخد شنطه الفلوس يعني خان بلو. وبعد كده بنلاقي ان نوب خد بطلتنا وراحوا عند ماك على اساس ده المكان الوحيد اللي ممكن باباهم ما يوصل لهمش فيه دلوقتي. وشكل كده حصل بينهم حاجه لان هم مقررين ان هم يهربوا. وتاني يوم الصبح بنلاقي ان نوب بيسأل بطلتنا لو متأكدة ان هي عايزة تهرب معاه وهي شايفة ان هي عايزة تهرب معاه وتبدأ حياة جديدة وبعد كده ترجع لباباها ومامتها وتطلب منهم السماح. بس نوب عمل حاجة غير متوقعة وخد بين على بيت بلو. وطبعا بين خايفة بس بطلنا شايف ان هو جاي عشان خاطر يطلب السماح من بلو. وبكل بجاحة بيقوله ان هو وبين بيحبوا بعض وان هم خلاص بقوا واحد. وبين بتتفاجئ ان هو قال كده وبلو بيتجنن اكتر وشايف ان بطلنا بيستغل بنته وعايز يقتله. بس بين كالعادة بتحوش عنه وبتكون منهارة وعايزة تثبت لباباها ان هما الاتنين بيحبوا بعض بجد. وطبعا نوب شايف كل ده ومستمتع باللي بيحصل. وبطلتنا بتعرف باباها ان هي كانت عايزة تهرب مع نوب ويبدأوا حاجة جديدة وان هي مش هتقدر تعيش من غير نوب وان هو يديهم ولو فرصة واحدة. وبطلنا كالعادة بيتدخل وبيعتذر لبلو وبيعرفه ان هو عشان
أقل من احترامه، وعشان حصل اللي حصل عنده استعداد يتحمل المسؤولية ويتجوز بين. بس بلو شايف ان كل هم نوب الأملاك وانه عايز يستغل بنته، بس نوب بيوعده ان هو مش هياخد ولا مليم منهم، وان هو مش عايز حاجة من فلوسه، وان هو بس بيحب بين. وساعتها تارا بتتدخل وبتقول مادام حصل اللي حصل فهو مفيش اختيار تاني، وان هما يتجوزوا، وان نوب اكيد بعد كده هيثبت حسن نيته. وساعتها بلو بيمشي من غير ما يقول اي حاجة، يعني معنى كده انه مش معترض، لان بين بتقول لبطلنا ان هي تستنى يجيب حاجته ويجي تاني على البيت. وبيعدي كام يوم وبيكونوا خلاص بيعملوا المراسم اللي قبل الفرح، وبنلاقي تارا بتقول لنوب ان هي عايزة تقابل قرايبه اللي ربوه، بس هو بيقول لهم ان هم مش موجودين حاليا، فهي عايزة تشوفهم في اقرب فرصة، وبتعرفه ان بابا لو كان لسه عايش اكيد كان هيفرح انه يشوف نوب عريس. ونوب بيقول لها اكيد. وبعد كده بنلاقي تارا بتسأله عن مامته وهي فين، بس نوب قال لها ان بعد وفاة ابوه مامته سابته وراحت وعملت عيلة تانية وسعيدة في حياتها. وتارا بتسأله لو بيروح يشوفها، ونوب بيقول لها ان هو عارف مامته، بس مامته ما تعرفش ان هو ابنها، وان هو قابلها قبل كده. وتارا بتسأله طب ليه ما قالهاش، وان هي اكيد هتفرح جدا لو شافته وبتكون متأثرة. بس نوب شايف ان هو ما بيحبش يتكلم في الموضوع، وان هو معتبر ان مامته ماتت. وتارا الكلام ده مأثر فيها اكيد عشان بتتمنى تشوف ابنها. وبنلاقي ان سلين متعصبة على كل اللي بيشتغلوا، وبعد كده بتطردهم من المكان. وبيجي تنو وبيكون عايز ان هو يساعدها، وهي بتكون متضايقة عشان حاولت ان هي تكون تاني مع بلو وهو كالعادة رفضها. بس تنو بيقول لها ان هو هياخد مكان بلو، وقصاد كده عايز يبقى معاها عشان تساعده، وهيرفعها طبعا ويخليها ممثلة اعلى، وان كل حاجة ملك لبلو هتبقى ملكهم هما الاتنين. وطبعا سلين ساعتها ما بتتوصاش، وبنلاقيها بكل سهولة بقت مع تنو. وبنلاقي ان عمة نوب راحت للقائد وحاسة ان في حاجة غلط، وخصوصا من جواز نوب من بين، وعايزة تعرف هو فيه ايه بالظبط وازاي حصل بالسرعة دي، وازاي نوب اتغير كده. والقائد ما بيكونش عايز يقول حاجة لحد ما بتيجي بنته وبتقول لليك ان نوب بيعمل كده عشان عايز ينتقم، وعمته مش فاهمة ينتقم من ايه ومن مين وليه. والقائد عايز بنته تسكت، بس بنته شايفة ان عمة نوب هي الوحيدة اللي هتقدر توقفه، عشان هي مش عايزة تشوف نوب وهو بيأذي اي حد، لان كده هيأذي بين. وبتقول للقائد ولا عايز تشوف موت نوب. وطبعا ساعتها عمة نوب بتتخض، والقائد اخيرا وافق على كلام بنته، وشايف ان ليك هي الوحيدة اللي هتوقف نوب. وبعد كده خدها على شركة بلو، وهي مش فاهمة هو جابها هنا ليه. هو ما بيقولهاش اي حاجة غير ان هي لو شافت ابو بين ساعتها هتفهم كل حاجة لوحدها. وفجأة شافت بانشا، فراح القائد قال لها ان هو غير اسمه لبلو وان هو ابو بين. وساعتها ليك خافت كأنها شافت شيطان قدامها. وبتكون حاجة الفرح كلها جهزت، وحتى ابو بين جه وبيحضنها وشكله كده سامحها. والناس بتيجي وبيكون نوب لسه ما وصلش، وطبعا المعازيم بيفضلوا مستنيين لحد ما بيمشوا. وطبعا ده بيضايق ابو بين جدا. وبين كالعادة بتطلب وقت والمسامحة من باباها، وان نوب هيجي، بس باباها بيفقد اعصابه وبيكسر كل الديكور اللي هي عاملاه للفرح، وقال ان نوب مش هيخطو خطوة في البيت ده تاني. وساعتها بين بتكون منهارة لحد ما بيجي لها رسالة من نوب ان هي تروح على مكان اللوكيشن اللي هو بعته عشان عامل لها مفاجأة، وبتقول لاصحابها وبتكون راحة وهتبعت لهم اللوكيشن لما توصل. وفعلا بتروح له، وهو بيبان انه لطيف في الاول وبيديها ورد وبيوريها المفاجأة، وبيكون في ديكور وبيكون شكله حلو جدا. وهي بعد كده بقى بتقول له يلا نرجع على البيت عشان نطلب مسامحة بابا ونعمل المراسم بتاعتنا. بس فجأة نوب بيقول لها ان الفرح خلص وراح مطفي عليها النور. وفجأة نوب بيقول لها ان هو ما يقدرش يتجوز بنت الراجل اللي هو بيكرهه، وهي مش فاهمة حاجة. وبيقول لها ان ابوها قتل ابوه، وهي طبعا مش مصدقة وفاكرة ان في سوء تفاهم. بس نوب بكل ثقة بيقول لها تروح وتسأل باباها وتسأله ايه الشغل اللي هو كان بيشتغله قبل ما يفتح شركة السينما اللي في بانكوك، وان ابو نوب عمل استثمار مع اقرب صديق ليه، وكان برضو شغلهم في مجال الافلام في تشومبوري، وان اسم ابوه برضو نوب، وان ابوها اللي قتل ابوه، وان ابوها سرق شغل ابوه، وان ابوها كمان بيبيع مخدرات، وان ابوها برضو هو اللي حاول يقتله زمان وهو طفل، وان لولا ابوه وامه اللي اتبنوه هو ما كانش هيقدر يعيش لحد اليوم ده، وان حياته وطفولته كلها اتدمرت بسبب ابوها وبس. وبيعرفها انه جابها هنا عشان يقول لها الوداع. وفعلا بيمشي وبيسيبها وهي بتروح وراه، وما بتكونش مصدقه ان كل اللي هو عمله ده عشان ينتقم، وهي شايفه ان هو بيحبها، بس هو بيقول لها ان هو ما يقدرش يحبها ولا هينفع. بس مع ذلك هو بيسيبها وهي مصممه ان هو بيحبها، وبتكون منهاره. وبتطلع ان مامتها وباباها وصلوا على المكان عشان
ايه يقلد لهم على اللوكيشن اللي هي بعتتهم له، وهناك هي بتقول قدام تارا كل الحقيقة، وان نوب ده ابن مين وابوه كان شغال ايه، وطبعا ابوها اتصدم. وساعتها تارا فهمت ان نوب ده ابنها، وطبعا تارا بتكون مصدومة ان بلو ممكن يكون هو اللي قتل جوزها، على اساس قال لها ان جوزها كان عنده مشاكل مع ناس في صناعة الافلام وهم اللي قتلوه. بس بلو بيفضل يقول لهم ان هو ما قتلش حد، وان نوب فاهم غلط. وطبعا تارا بتقول له اتمنى يكون كده والا عمرها ما هتسامحه. وساعتها بيم بتاخدها وبيمشوا وبيسيبوه، وبنلاقي تنو بيروح لسيا وبيقول له على اللي نوب عمله وانه ساب بين وقال له مين ابوه. وبيجي فلاش باك وبيطلع ان بلو فعلا كان بيتخانق مع صاحبه بس عشان عايز منه المخدرات، والا اصحاب المخدرات دول هيقتلوه. وفعلا ده اللي حصل، واتاري سيا هو اللي قتل ابو نوب. وساعتها سيا بيأمر تنو والرجاله اللي معاه ان هم يعملوا اي حاجه وكل حاجه يقدروا عليها عشان خاطر نوب وبلو هما الاتنين يقتلوا بعض، يعني يضرب عصفورين بحجر واحد. وتارا بتروح لنوب وليك وما بتكونش فاهمة ليه ليك سرقت ابنها، وليك بتفهمها ان هي اللي سابت ابنها، بس تارا بتقولها ان هي عمرها ما سابته وان هي فضلت تدور عليه، بس هي وجوزها اللي سرقوه وهم عملوا حادثة وافتكروا ان ساعتها مات ابنها، بس هي برضو كان لسه عندها امل وفضلت تدور عليه وعمرها ما يأست. ونوب طبعا مصدوم من الكلام ده، وهي مشاهدينا سبب الحادثة طبعا هو سيا، بس ليك ساعتها قالت لها ان هي عملت كده بسبب بنشا، واتاريها سمعت الكلام اللي كان ما بين اخوها وما بين بنشا زمان بخصوص المخدرات، وقالت لها ان بنشا بيبيع مخدرات واني بعد كده هو اللي قتل اخوها. ولما كانت رايحه تقول لتارا لقيتها في حضن بنشا، فعشان كده خدت نوب. كان ساعتها بيواسيها بس على موت جوزها، وتارا بتفهمها ان هي بتحب ابنها وعمرها ما تحاول تقتله ولا ان هي تخون نوب وتكون مع صاحبه، وان كل ده سوء تفاهم. وبتفضل تارا تقول لنوب قد ايه هي بتحبه، بس هو طبعا ولا بيسمع لها. وفجأة بنلاقي بين، وكان نوب هيمشي ويسيبهم بس بين بتعرفه ان تارا فعلا بتحبه وكانت بتدور عليه. وليك ساعتها بتتدخل على اساس تارا اتجوزت بنشا اللي هو بلو، بس بين بتعرفها ان تارا عملت كده بسببها، وان بين وهي صغيرة فقدت مامتها وتارا كانت عايزة تربيها، خصوصا بعد ما كان ابنها اختفى، وان عشان الناس ما تتكلمش ابو بين خلى تارا ان هي تمضي على اوراق الجواز مجرد حاجة سورية، وان هي ولا عمرها نسيت نوب ولا كانت عايزة تبدأ حياة جديدة ولا اي حاجة من الكلام ده. وبتفضل تارا تترجف ليك وبتقول لها اعمل ايه يعني عشان تصدقيني، لدرجة ان هي بتوطي وبتطلب منها السماح، بس ولا نوب ولا ليك بيغفروا لها، ونوب بيطرد تارا من المكان. بس بين بتتضايق عشان امه بتحبه وما ينفعش يعملها كده، بس ساعتها نوب بيجرح بين وبيقول لها ان هو امبارح قال لها ان هو بيكرهها وان هو مش عايز يشوف وشها وبلاش تتدخل في حاجة ما تخصهاش. وطبعا ساعتها بين بتاخد تارا وبتحاول ان هي تواسيها وبيمشوا من المكان. بس بالليل بنلاقي ان مينج بيحاول يولع في بيت دونج ودان ساعتها ضربه، بس مينج قال له ان كل ده بسبب اخوه وان بلو اللي امرهم يعملوا كده، وبيضربوا دان وبيرجعوه تاني على البيت. بس بيجي نوب وبيحاول يضرب مينج ويوقف اللي معاه، بس ساعتها كان مينج هيقتل نوب، بس بيجي هي ويوقفه على اساس طبعا ان كل ده من خطة سيا ان هو يوقع ما بين نوب وبلو. وابو دان اخيرا بينقذه، بس بيرجع تاني البيت عشان يجيب التابلت وحاجات دان اللي بيذاكر منها، بس طبعا ساعتها البيت بيفرقع وابوه بيموت جوه. وطبعا دان ما بقاش مصدق ان ابوه مات، وكان ماشي في ملكوت الله وقيس فجأة عربية تنو خبطته، وكل ده عشان اكن بلو اللي عمل كده وكان هيدهسه، بس دان لحق نفسه وطبعا نقلوه على المستشفى. وكانت بين واقفة بتتكلم مع باباها عشان كان عايز يطمن على تارا، وقيس فجأة جت صاحبتها وقالت لها على واحد من اصحاب نوب اتصل وقال على اللي حصل معاهم وان اللي خبط داني وكل اللي حصل كان مقصود. وطبعا ساعتها بين بصت لباباها، بس باباها قال لها بتبصلي ليه، انا اكيد ما عملتش كده. وطبعا بين بعد كل اللي عرفته ما بقتش قادره تثق فيه 100%. وبعد كده بيكون بلو بيتكلم مع تنو عشان يعرف كل ده حصل ازاي، وده طبعا عشان صورته قدام بنته، بس تنو استغل الفرصه وقال له ان سيا اكيد هو اللي عمل كده عشان عارف بخلاف بلو مع نوب، قال يعني عشان سيا كان بيقابل بلو وانه اكيد عايز يوقعهم في بعض. وطبعا ساعتها بلو طلب من تنو ان هو يدور على سيا ويعرف هو مختفي فين. وطبعا بطلتنا راحت على المستشفى عشان تطمن على نوب واهله
اهله من بعيد لبعيد من غير ما تتكلم مع حد، وطبعا حزينة من اللي حصل. وتاني يوم بنلاقي ان طارة عمالة تتخانق مع بلو عشان اللي حصل وفاكرة ان هو السبب، بس بيفضل بلو يدافع عن نفسه، بس طارة مش قادرة ان هي تصدق وبتكون منهارة. وبيكون دان بيعمل مراسم باباه وبيودعه وبيكون حزين عليه جدا، بس دان اول ما بيشوف نوب بيتهمه ان هو سبب كل حاجة عشان لولا علاقته مع بين واللي هو عمله في بلو ما كانش عمل فيهم كده، وبيتهمه ان هو وش النحس زي ما ابوه كان دايما بيقول. ودان بيفضل يطرد فيه ومش عايز يشوف نوب تاني. وطبعا بعد كام يوم وبعد كل اللي حصل بنلاقي ان بطلتنا خلاص عايزة تسافر بره البلد واصحابها المفروض هيوصلوها، بس فجأة بنلاقي ان نوب طلع قدامهم وصاحبتها بتقول لها ان نوب عايز يتكلم معاها بس اكيد ناوي على حاجة، بس بنتفاجئ ان نوب مش جاي عشان يتكلم وخدها وخطفها، وهي ما كانتش فاهمة هو بيعمل ليه كده وبيعرفها ان هو بيعمل كده بسبب ابوها. بس بطلتنا شايفة ان انتقامه ده هيضر كل الناس اللي بيحبوه، هيضره هو شخصيا، وان هي عندها استعداد ان هي تقف معاه، وان حتى لو هتموت عايزة تموت وهي بتحبه مش وهي بتكرهه على اساس لو قتل ابوها. وبتفضل تقول لنوب ان هو يقتلها لو شايف ان يموت حد هيعوضه عن كل اللي حصل له. وبنلاقي ان نوب اتأثر من كلامها لان هي كمان حضنته وبيعتذر لها عشان ما جاش الفرح، وبيعتذر لها عشان استخدمها أداة في انتقامه، وان هو ما كانش عايز يأذيها، وهي بتعرفه ان هي مسامحاه وان هي عارفة ان هو ما كانش قصده وان هي مش متضايقة منه، وبتقوله ان هو يدي لأبوها فرصة على اساس ابوها راجل وعنده قلب وزي نوب وانه هيقول الحقيقة. بس فجأة بنلاقي ان بلو رجالته دخلوا عليهم، وطبعا عشان نوب خاطف بنته بنلاقيه رافع مسدس، بس بين بتقف في النص وتحاول ان هي تهدي باباها، بس هو بيقول لتنو ان هو ياخدها. وبعد كده بنلاقي ان بلو بدأ يتكلم مع نوب وبيعرف ان هو ولا قتل ابوه ولا حرق بيته ولا حتى خبط اخوه، بس بنلاقي نوب بيقول لبلو ان هو اللي امر مينج يحرق البيت، بس بيكون بلو مش عارف مين مينج ده اصلا، بس نوب بيعرفه ان في حد قريب منه هو اللي قال له ان بلو هو ورا كل حاجة، بس بلو بينفعل عشان يعرف مين الشخص اللي قال عنه كده وان هو فعلا ما عملش حاجة ولا امر باي حاجة. ونوب بيتفاجئ شكله كده هيصدقه ولا ايه، بس نوب قال له مادام قلت ان انت ما عملتش كده اخبار الماضي ايه. وبيكون نوب عايز يعرف كل حاجة من بلو، وبنلاقي ان بلو بدأ يتكلم وبيقول لنوب ان هو وابوه كانوا صحاب وكانوا هما الاتنين مساهمين في شركة، بس كان بلو بيخدع ابو نوب، قال يعني بيبيع افلام بس هو في الاصل كان بيبيع مخدرات. وساعتها حصل ما بين بلو وابو نوب خناقه، وساعتها ابوه كمان ما خلاش بلو مساهم معاه، وساعتها نوب قال يعني اتهمه يبقى عشان كده قتل ابوه، بس هنا بلو بينفعل ويقول له ان هو عمره ما فكر ان هو يقتل صاحبه. ونوب بقى بيكون عايز يعرف مادام مش هو اللي قتل ابوه يبقى مين اللي قتله. فجأة بنلاقي ضرب نار حصل وبلو وقع في الميه، وبنلاقي ان بين شافت كل حاجه، وتنو اللي معاه بدأوا ان هم يضربوا النار على نوب على اساس افتكروا ان نوب هو اللي قتله. وطبعا بين انهارت من اللي حصل ونوب راح عشان يستخبى في مكان، وبين حكت كل اللي حصل لتارا وبتقول لها ان ممكن ابوه هيكون رسي على شط في الاخر واني ما يكونش مات ولا حاجه. وطبعا تارا بتكون منهارة عشان خاطر ابنها هو اللي عمل كده. وتاني يوم بنلاقي اصحاب بين بيكلموا معاها وبيقولوا لها ان نوب راح لهم عشان خاطر عايز يكلم بين ويشرح لها كل حاجه، وساعتها بين بتقول لهم ان هم يدوها رقمه وان هي فعلا هتسمع له، وفعلا بنلاقيها ان هي بعتت له على اساس يتقابلوا وان هي تسمع، وهو شكله فرح، بس هي شكلها ناوية على حاجة مع تنو زي ان هي عامله له فخ على اساس الشرطة تقبض عليه، مع ان اصحاب نوب حذروه ان هو ما يروحش عشان هم شاكين ان في حاجة غلط، الا ان نوب قال لهم ان هو بيثق في بين. وفعلا نوب راح لها وقال لها ان هو كان بيسأل ابوها عن مين اللي قتل ابوه، واني مش هو اللي ضرب نار على بلو، واني الرصاصة جت من حد ورا. ونوب بيقول لها ان هي لازم تصدقه، بس فجأة بنلاقي ان بين مشيت بعيد عنه، قالت له ان هو استخدمها قبل كده وخطفها وخدها أداة عشان خاطر يأذي باباها، واني كل اللي هو عمله لها لازم يترد له، وان هي قبل كده قالت له اني بلاش يخليها تكرهه. بس فجأة ظهرت ناس، وطبعا بين مشيت على اساس هيقبضوا على بطلنا، بس فجأة بيطلع ان دول رجالة هي ومينج وبيحاولوا ان هم يقتلوا بطلنا، وفعلا جرحوه. فجأة طلع تنو كان هيقتل نوب، بس جه القائد على اخر لحظة وقدر ان هو ينقذ نوب وخدوه مشي. وطبعا القائد بعد ما بيداوي جروح نوب بنلاقي نوب بيقول له ان تنو خان
كمان بلو وإني في الغالب تارا وبين مش في أمان. وبنلاقي إن تاني يوم أصحاب بين راحوا لها البيت عشان يزوروها عشان أصحاب نوب راحوا لهم، بس فجأة ظهر مينج قدامهم ومنعهم، قال يعني بين مش موجودة. حتى لما بين جت كدب عليها وقال لها إن دول ناس جايين في عنوان غلط، وبين مش شاكة في حاجة، يعني هي وتارا محبوسين في البيت وهم مش عارفين. وساعتها أصحاب نوب قالوا له إن الحراس منعوا اي ومي إن هم يزوروا بين، وأصحاب نوب ما بيكونوش عارفين هو تنو عايز ايه من بين. وبنلاقي إن ماك هو اللي أنقذ بلو، عشان كده كان رايح لبلو عشان يقوله على حاجة مهمة، بس وهو في الطريق شاف بلو قدامه وهو متصاب، وبلو بيسأله كان عايز يقوله على ايه. وساعتها ماك بيقوله إن سيلين وتنو على علاقة مع بعض، ومش عارف إذا كان ده ليه علاقة بمحاولة قتله والحاجات اللي بتحصل. وبلو بيقول لماك إن مش نوب اللي ضرب عليه نار. وبيجي فلاش باك إن بعد ما بلو وقع في المية سمع الرجالة وهم بيدوروا عليه وبيقولوا يدوروا في كل حتة عشان خاطر تنو أمر بقتله. وتاني يوم بنلاقي تارا وبين عايزين يروحوا اسم الشرطة عشان يشوفوا بلو ويشوفوا نوب هيتقبض عليه ازاي وايه الدنيا، بس بنلاقي تنو بيمنعهم، قال يعني هو هيشوف الموضوع ده وان هم يطلعوا ويرتاحوا بحجة ان هو قلقان عليهم، وقال يعني كده بيخليهم في امان. بس بين بتقوله مادام قلقان عليهم قوي كده يجي هو ورجالته معاهم ولا عنده اسباب تانية، بس تنو مصمم ان هم يطلعوا يرتاحوا. لحد ما فجأة بنلاقي ان سلين دخلت وبتكون خلاص زهقت من الانتظار عشان عايزة تيجي وتعيش في القصر مع تنو زي ما اتفقت معاه، وبتطلب من تنو ان هو يقتل تارا وبين. وطبعا ساعتها تنو اتكشف قدامهم، فتنو امر رجالته ان هم يحبسوا تارا وبين في الاوضه فوق. وساعتها سيلين شايفه ان هو مش المفروض يحبسهم، وان مادام كده اتكشف قدامهم ان هو المفروض يقتلهم، وهي بتكرههم جدا وعايزه عوضهم وعايزه تبقى هي سيده القصر وتعيش مع تنو فيه زي ما كانوا متفقين. بس بنلاقي تنو فاجئها وامر مينج ان هو ياخدها ويحبسها في اوضه الخدم. وطبعا كانت سيلين منهاره، وتنو مش بس كده ده كمان قال لمينج انه يعمل فيها اللي هو عايزه، وطبعا مينج حقير فما هيصدق. وبنلاقي بعد كده الاخ تنو طلع لهم، وتارا شايفه ان اللي بيعمله ده غير شرعي، وبيقول لها ده على اساس ان بلو احسن مني في حاجه، وبيعرفهم ان بلو بيشتغل في المخدرات وبيتاجر في الناس على اساس يعني بيبيع الستات وكده، وفاتح ملهى ليلي عشان يغسل فيه الفلوس الغير شرعيه اللي بتجيله. وبعد كده تنو كمان بيقول لهم انه طلب من نوب ان هو ينضم له عشان يقتلوا بلو، بس الاخ نوب ما كانش عايز يعمل كده، عشان كده عمل له فخ يبان فيه ان نوب هو اللي قتل بلو. وساعتها بين فهمت ان مش نوب اللي ضرب نار على باباها. وفي نفس الوقت بنلاقي ان اصحاب بين جايين ومعاهم ناس، قال يعني عشان يدخلوا الصناديق دي عشان هي بتاعت بين، وبيطلع اساسا الناس دول نوب واصحابه، وبيقدروا ان هم يتحايلوا على الحراس يخدعوهم يعني عشان يحطوا الصناديق، وبعديها كان نوب هيطلع. بس جت الحراس وسالوا نوب انت رايح على فين، وقال يعني هيحط حاجات في اوضه بين، بس قيس فجاه طبعا نوب اتكشف. وفي نفس الوقت بيكون تنوب بيخلي الراجل بتاعه يطلع تارا من الاوضه عشان حضرته هيستفرد ببين. بس طبعا مش محتاجه اقول ان نوب اتغلب عليهم وطلع على فوق، لقى هي قدامه واصحابه بداوا يضربوا هي، وجت تارا وقالت له ان هو ينقذ بين، وفعلا قدر نوب بعد كده انه يدخل لبين وينقذها من ايد تنو. وطبعا الاخت بين كانها ما لقت طوق النجاه وخدها عشان يهربوا، وكان تنو وراهم وهيقتلهم، بس جه القائد وقدر انه ينقذهم على اخر لحظه وهربوا كلهم. وفي نفس الوقت بنلاقي ان مينج خد اللي هو عايزه من سيلين، وان هي قدرت تتحايل عليه هي كمان، يعني خدعته وقدرت ان هي تهرب منه. وبعد كده نوب واللي معاه راحوا عشان يقابلوا ماك، وقال لهم ان هو لقى بلو وان هو انقذه. بس فجأة جت رجالة تنو وضربوا عليهم نار، وماك المسكين اللي ملوش اي يد في اي حاجة اتصابوا. على اخر لحظة قال لنوب ان هم يمشوا وان هو هيعطلهم. في الاول كان نوب متردد بس اصحابه خدوه، مين زعل على ماك زي. وبعد كده بنلاقي ان نوب وبين راحوا على بيت ماك على اساس يلاقوا بلو، بس لقوا ان زي ما يكون بلو هرب. بس من الحاجات اللي في الاوضه نوب قدر يفهم ان تنو هو كمان عرف مكانه، بس ما لقاش حد على اساس ما كانش فيه اي دليل على خناقه او صراع، يعني بلو هرب منهم هم كمان. وبيطلع بعد كده ان كلهم راحوا وقعدوا في بيت دريم عشان هو على الناحيه التانية ومحدش يعرفه ولا هيجي في دماغ حد. وبنلاقي تاني يوم ان بين بتتكلم مع نوب وبتكون زعلانه عشان عرفت ان باباها اشتغل في حاجات غير شرعيه، وكمان بتقول لنوب ان هي عارفه ان هو بيحبها، وان ايا كان مين عمل حاجه غلط ان هي مش هتدافع عنه، وكل واحد لازم ياخد جزات اللي عمله. وبتعتذر له عشان هي فهمت غلط لما اتضرب نار على بلو، بس هما الاتنين شكل علاقتهم كده رجعت كويسه، وبيلعبوا في الجنينه وبخرطوم الميه ولا اتنين في شهر العسل. لا دول خلاص رجعوا لبعض رسم، اكتبوا لنا مين فرحان عشانهم. وبنلاقي ان رجاله تنو اللي هو هي ومينج كالعاده راحوا خطفوا بريو اللي هي بنت القائد، وكلموا نوب من تليفونها عشان خاطر لو عايزها لسه عايشه ان هو يجي لهم مكان ما هيقولوا
بيقولوا له. وبنلاقي تاني يوم بالليل ان الاخت سلين راحت لمينج وشكلها كده بترسم عليه او بتخدعه في حاجه، عشان هي بتقوله ان هي مش جايه تقتله وان هي عرفت قيمته وان هي عايزه تبقى معاه عشان تحس ان هي في امان وهو الوحيد اللي هيحميها من تنو. وطبعا كالعاده مينج لهبل صدقها وبقى معاها، بس بيجي فلاش باك وهي كانت هتهرب، بس فجاه نوب ظهر قدامها وقال لها ان ماك مات وان حتى تنو رجالته حرقوا جثته، واتاري ماك كان على علاقه بسلين وكان بيحبها وهو اللي ساعدها في الاول ان هي تمثل، وطلع نوب عارف قصتهم، بس سليم بعد كده هي اللي طمعت وخانته مع بلو على اساس تعلى، وكان ماك ساعتها سامحها وبيقول لسلين ان هي لازم تساعده عشان تعيش بكرامه وعشان ماك ما يستاهلش الموتة اللي ماتها، ولا هي شايفه ايه؟ فاتاري عشان كده سلين راحت لمينج، يعني وافقت ان هي تساعد نوب، لاني واضح ان هي كانت منهاره على موت ماك اكتر واحد، اكيد عشان هو الوحيد اللي حبها بجد، هو البني ادم كده. وبنلاقي بعد كده سليم بعد كام يوم بتسال مينج عن الكراتين اللي هي شايفاها، بس هو بيستغرب انت مالك بقى، وبعد كده بتبدا تلعب في دماغه وان هو دايما واخد المخاطره ومع ذلك بياخد فلوس قليله، وان هو اللي بياخد المبلغ الاكبر، والمفروض مينج عشان بيخاطر بحياته ان هو ياخد اكتر، وعشان مينج ما يشكش فيها بتقول له ان هي خلاص هو حر ويعمل اللي هو عايزه، وان هي بس بتنصحه عشان خايفه عليه. وبيكون نوب خلاص هو والقائد واصحابه رايحين عشان ينقذوا بريو، وبيم بتقول له ان هو يوعدها يخلي باله من نفسه ويرجع سليم وان هو ما يقتلش اي حد، ونوب طبعا بيكون خلاص كده بقى تمام معاها وبيعرفها ان هو عمره ما هيعمل اي حاجه تاني تزعلها، ومن الواضح ان هي خايفه عليه جدا. وفعلا بيروح هو والقائد واصحابه، وبتقدر سيلين ان هي تدخلهم على الملهى الليلي اللي محبوسه فيه بريو، وبيكون مينج وهي بيسلموا مخدرات لسيا، وتنو هو كمان بيكون في الملهى، وبالصدفه بيعرف ان بريو محبوسه تحت في المخزن، اتاري ما كانش عارف ان بريو موجوده اساسا، وبيكون شايف ان مينج بيعمل حاجات غبيه من غير ما ياخد رايه. وسليم بتقدر ان هي تساعد نوب ان هم ينقذوا بريو، وقدر ان هو يوصل لها، وفي نفس الوقت بتطلع المخدرات اللي هي ومينج بيوصلوها لسيا ناقصه، وطبعا قصاد كده سيا عايز الفلوس اللي اداها لهم، هو اللي بيشيل الموضوع وبيقول اللي هو قال يعني الغلط منه، وبيدي لسيا الفلوس وبيقول له ان هو يبقى يجيب فلوسه لما البضاعه تبقى كامله، بس قيس فجاه برضو الشرطه بتكون وصلت للمكان، بس طبعا هربوا. وفي نفس الوقت تنو بيقابل نوب والاتنين بيبداوا يضربوا في بعض، وفي الاخر سيلين وبريو بيقدروا ان هم يهربوا، وتنو ونوب بيكملوا ضرب في بعض، وبعد الضرب بيقدر تنو ان هو يسيب نوب، وبيجي القائد وبيقدر ان هو ينقذه، وكان نوب هو كمان هيقتل تنو بس افتكر وعده لبين وان هو مش هيقتل حد، وبيهربوا من المكان، واصحابه بيولعوا في الملهى بكل اللي فيه بالمخدرات بكل حاجه، وبعد كده بيروحوا لبريو ولسلين، وكان نوب عايز ياخد سليم معاهم على اساس هي في خطر، وان اكيد تنو هيحاول يقتلها، بس سلين شايفه ان هي لسه عندها شغل مخلص وان هي مش هتسمح لحد ان هو يأذيها تاني، وبتشكره وبتشكر بريو لانها لاول مره عملت حاجه صح وحست ان ليها اهميه وان هي عندها دم وقدرت ان هي كمان تنتقم لماك، وكل واحد فيهم راح في طريقه. وبعد كده تنو بيروح وبيضرب هي، وبيكون متضايق منهم عشان الشرطه ازاي عرفت المكان اللي كانوا هيسلموا فيه سيا المخدرات، ومش بس كده ده كمان ازاي المخدرات نقصت وعملوا فيها هبل، بس بعد كده تنو رفع المسدس على مينج وسأله ازاي باقي المخدرات كانت في بيته، وبعد كده هي قال له ان هو يسيب له هو الموضوع ده على اساس هو اللي هيقتل مينج، وعلى اول لحظه لقينا ان هو خلى مينج يجري ويهرب، بس طبعا هي طلع عامل له فخ واصطاده زي الارنب يلا بالشفا. وبنلاقي بعد كده ان بلو راح لسيلين وطلع كان مراقبها وعارف بكل اللي حصل، وعشان كده يقدر ان هو يثق فيها، وهو كل اللي عايزه ان هو بس يعرف عيلته فين. بس سليم بتطمنه ان نوب واخد باله من بين ومن طارة، وبتعرفه ان هو لو عايز يتواصل مع عيلته فهي معاها رقم نوب، وبعد كده سليم بتقوله ان هي شاكه ان اللي هو هيعمله نفس اللي هي عايزه تعمله، وعشان كده هي شايفه ان هما المفروض يتعاونوا مع بعض. وبنلاقي فعلا ان بلو كلم نوب وقال له ان هو كدب على طارة في موضوع موت جوزها عشان خاطر يقدر يخليها ان هي تعيش معاه وتتجوزه، بس برضه بيعرف نوب ان مامته على طول بتحبه وان هو لو كان عنده الفرصه ان هو هيوضح له كل حاجه، لحد ما بلو بيسمع صوت بين وبيقول لنوب ان هو ما يقولهاش ان بلو اتصل عشان خاطر ما تقلقش عليه، وبلو بيقول ان هو لو اختفى او مرجعش يتصل ان هو يهتم ببنته ويبقى يقول لها ان باباها حبها جدا. وتاني يوم بنلاقي سلين كلمت تنو وبتقول له ان هو يجي يقابلها في المكان اللي هي هتقول عليه ويبقى معاه فلوس والا هتوقعه معاها، بس بعد ما بتقفل معاه بنلاقيها ان هي بتكلم نوب وبتعرفه ان هي وبلو هيهتموا بتنو وان لو عايز ينضم لهم يروح على المكان اللي هي هتقول له عليه. وسلين كانت عايزه تقتل تنو وده طبعا عشان تنتقم منه، وكان تنو هو اللي هيقتلها بس ظهر بلو، وسلين
كانت برضو مصممة تنتقم من تنو، بس بلو قال لها ان هي تقدر تبدأ حياتها من جديد وان هو هياخد لها حقها، وهي بتقتنع بكلامه وبتمشي. بس بنتفاجئ ان تنو بيكون بيبجح في بلو، بيقول انت فاكر ان انا جاي من غير ما ابقى عامل حسابي؟ وهوب ظهر سيا، وبلو فهم ان سيا هو اللي ورا كل حاجة، وان تنو باعه لسيا، وان سيا هو اللي ضرب بلو لما كان مع نوب. وفي الاخر تنو وسيا قالوا كل حاجة لبلو، وان هما بقوا بيشتغلوا مع بعض، وكان خلاص سيا هيقتل بلو، بس هوب في حد انقذه واللي هو طبعا نوب. وبعد شوية ضرب واكشن بنلاقيهم ان هما حصروا نوب وبلو، وهنا تنو بيقول لنوب قال يعني انا هقتل الراجل اللي قتل ابوك. بس هنا بلو ما بيسكتش وبيعرف نوب ان سيا هو اللي ورا كل حاجة وهو اللي قتل ابوه، وسيا ما بيكونش فارق معاه وبيقول لنوب ابقى سلم لي على ابوك لما تروح له. ومش بس كده، ده بعديها لما بلو ما كانش عاجبه ان سيا قتل صاحبه كالعادة هدد بلو قالك عايز تروح له ولا ايه، فعشان كده بلو كمل شغل معاه. وكان سيا برضه هو ورا حادثة ليك وجوزها لما كانوا واخدين نوب وهو صغير، وكانوا هيقتلوا نوب، بس على اخر لحظة بنتفاجئ ان الشرطة وصلت، واتاري بين كانت شاكة ان في حاجة، فعشان كده راحت ورا نوب وكلمت الشرطة، وطبعا كلهم وسط ضرب النار بتاع الشرطة هربوا. بس كان بلو ونوب ورا سيا وتنو، وقدروا فعلا ان هم يوقفوا عربيتهم، بس كالعادة تنو جبان وهرب، وسيا هو كان عايز يقتلهم وكان معاه قنبلة، بس في الاخر الحمد لله هو اللي مات وفرقع وخلصنا منه. وبعد كده الشرطة جت ونوب بيقول لبين ليه كلمت الشرطة، بس بنتفاجئ ان بين مش هي اللي كلمتهم، هي بس جت ورا نوب هي مع صاحبه لما كانت شاكة ان في حاجة، وبلو قال له ان هو اللي كلم الشرطة، وشكله كده عايز يدفع تمن الحاجات اللي هو عملها عشان يبدأ من جديد. ونوب بيعرف بلو ان هو ما كانش عايز يأذي بين، بس طبعا بلو بيكون متفهم وبيقول ان هو مسامحه على اي حاجة، لان بلو هو سبب دمار عيلة نوب حتى لو ما كانش هو اللي قتل صاحبه. وطبعا بيعتذر وبيكون عنده استعداد يتحمل مسؤولية كل حاجة، وبيوصي نوب على بين. وبعد كده بين بترجع على البيت وبتقول لتارا ان باباها اعترف بكل حاجة، وطبعا ساعتها كان نوب خلاص عرف الحقيقة، وليك لما عرفت الحقيقة وان تارا ما عملتش حاجة، ليك كانت ندمانة جدا وفضلت تطلب من تارا السماح، بس تارا بتكون مسامحاها وبس كانت عايزة فرصة ان هي تثبت نفسها. وكمان بتشكر ليك عشان هي حمت ابنها، وبنلاقي ان نوب شخصيا بيرجع لمامته عشان يطلب منها السماح، وهي كأي أم طبعا سامحته، وبكده نوب ومامته رجعوا سعداء من تاني. وبعد كام يوم بنلاقي ان نوب بيواسي بين على اللي حصل لباباها، وبيعرفها ان هو معاها وهما الاتنين بيكونوا مع بعض، وبتكون خلاص علاقته مع تارا وليك حلوة جدا، وبيعتبر ان هو ربنا رزقه باتنين ام مش واحدة. وبنشوف سيلين وهي يا عيني كانت ناوية تهرب، بس فجأة طلع هايا وقتلها، وبكده بقت الاخت سيلين هي كمان من الماضي. وبعد كام يوم بنلاقي ان نوب بيتكلم مع مامته، بيقول لها ان هو عارف ان هي اكيد قلقانه على بلو، وهي بتقوله لو هو متضايق بسبب كده، بس هو اخيرا بيعرفها ان لا، وان بلو ده ابو بين، وبرده كان جوز تارا الفتره، وايا كان اللي يخليها سعيده فبرده هيخلي نوب سعيد، ربنا هداه. وهي طبعا فرحت جدا، وتارا بتعرفه ان طول حياتها وهي حزينه عشان ما قدرتش ان هي تربيه وتكبره، ونوب هو كمان بيعرفها ان هو كان مستني اليوم اللي يكون فيه معاها، وبيقول لها اني من اول ما قابلها وهو كان دايما بيحس ان هو مبسوط وهو قريب منها، ولما عرف السبب طبعا ما بقاش يتفاجئ، وبيفتكروا لحظاتهم سوا. وبيكون بلو قاعد في السجن بقى وبقى بيقرا الكتاب وخلاص قرر يبقى انسان صالح، بس فجأة بنلاقي ان تنو عرف مكان بين، وطبعا بيحاول ان هو يخطفها، بس ليك وكشاب وبين بيحاولوا ان هم يمنعوه. تنو ده عايز طلقه في نص دماغه، اللي شايف كده يكتب لنا في الكومنتات، وكتبتوا بتتابعونا منين ولا لسه؟ وطبعا لما نوب وتارا بيرجعوا على البيت وبيلاقوا ان في اثار زي خناقه كده، وساعتها نوب بيقول لها ان هو هيروح يدور عليهم، وان هي تتصل بالبوليس وتخليها في البيت، وفعلا بيروح عشان يشوفهم هم راحوا في انهي مصيبه. وفعلا قدر تنو رجالته يحاصروا بطلتنا واللي معاها، وليك كالعاده كانت بتحاول ان هي تدافع عنها لحد ما فجاه تدخل دان وضربهم واتضرب وحصل حوار، وفي الاخر ليك وكشاب وبين هربوا، بس طبعا تنو راح وراهم، ودان نوب وصله وقدر ان هو ينقذه، وحصل شويه اكشن، بس في الاخر نوب زق وهي راح مخبوط وميت الله يرحمه. وفي الوقت ده كان تنو موجه مسدس ناحيه بين، وبين طلعت له عشان خاطر تحمي كشاب وليك، بس نوب كان وصل لها وكان تنو خلاص هيقتله، بس إذ فجأة تدخلت الشرطة وتنو خد له طلقه في رجله واتقبض عليه اخيرا. وبكده بين ونوب والكل بقى في امان، وتعدي الايام واخيرا دان عرف غلطه ورجع هو ونوب اتصالحوا ورجعوا اخوات زي الاول، وطبعا بين وليك وكشاب هم كلهم فرحانين. وبعد فتره بنلاقي ان تنو هرب من المستشفى وقتل الممرضه وقتل ضابط وقتل واحد معدي عشان يسرق
بيسرق عربيته وشكله كده ناوي على انتقام كبير. وفعلا اصحاب بين كانوا قاعدين معاها وعمالين يتكلموا وبيقولوا لها اني بعد ما شركة باباها اتقفلت ان هم لقوا شغل والعميل مش عارف عايز منهم حاجات معينة وعايزين مساعدة بين. وبين مستغربة بس وافقت ان هي تساعدهم. وبنلاقي ان نوب وطارة راحوا لبلو السجن عشان خاطر يطلبوا ايد بين منه. ومن الواضح ان بلو كده عارف قد ايه نوب راجل كويس وقرر ان هو يوافق عليه ان هو يبقى صهره. وبنلاقي ان نوب شكره وقال له يا ابي، يعني شكله كده وافق على ان بلو يبقى من ضمن العيلة. وبعد كده بيمشي وبنتفاجئ بطارة وهي بتقول لبلو ان هو يصمد عنده عشان هي مستنياه، وده تلميح اخر ان هو لما يطلع هيكونوا عيلة مع بعض. وبنلاقي ان الاخ دان بيعترف بحبه الكشاب وهي شكلها هي كمان بتحبه لان هي وافقت، وشكلهم كده بيعملوا الايفنت. واصحاب بين قالوا لها تلبس زي ما طلبوا منها، قال يعني عشان العميل مرخم عليهم وعايز يشوف الاوتفيت الاول. بس هي كانت قاطعه عليهم وقالت لهم ان لو العميل ما جاش ان هي مش هتعمل حاجه من اللي هم بيقولوها. وفجاه دخل نوب وعرض عليها الجواز، واتاري بين قطع عليهم من الاول خالص عشان خاطر هي عارفه نوب وعارفه ان هم كانوا بيجهزوا لها مفاجاه. اتاري الفرح اللي بيجهز ده فرحها هي ونوب. وبطلنا وهو على ركبه ولبسها الخاتم قدام الكل وخدوا بقى عشان ان هي تجهز، وفعلا جهزت. بس فجاه نوب خطفها، ولما نوب راح يشوفها عشان اتاخرت لقى الورد بتاعها على الارض. واصحابه قالوا له ان الشرطه اتصلت وقالت ان تنو هرب، فبالتالي فهم ان تنو اللي خد بين وخد الموتوسيكل بتاعه وراح وراهم. وفعلا كان تنو مصمم ان هو يا يقتل نوب يا يقتل بين قدامه عشان خاطر ينتقم من اللي عملوه فيه، وان هو اتسجن وشايف ان هو ما كانش يستاهل كده. ده انت عامل مصايب الدنيا والاخره يا راجل، تستاهلش كده ازاي؟ وكان على اخر لحظه هيقتل نوب، بس بطلتنا قدرت ان هي تدوس على الجرح بتاعه وفلتت من ايده، وتدخل نوب عشان خاطر يحميها. وكان تنو عايز يديله بوكس فراح طاير وواقع من فوق الروف، وبالتالي مات الاخ تنو في سلام. هو مش في سلام قوي بس هو مات. والا ان هو رغم خوف بطلتنا قدر نوب ان هو يطمنها ورجعوا عادي جدا للفرح بتاعهم واتجوزوا وهم مبسوطين. واحنا اكيد انبسطنا لهم وكل الكاست اتبسط لهم، وانتوا لو اتبسطتوا اكتبوا لنا في الكومنتات. وبكده خلصت نهايتهم سعيده. وتعدي الايام وبنلاقي ان طارة ونوب وبين بيروحوا يزوروا بلو في السجن من بعيد لبعيد كده، وهو مبسوط ان هو بيشوفهم. وابطالنا هم كمان خلاص خلصوا نهايه سعيده مع بعض. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، واكتبوا لنا لو عايزين حاجه في الكومنتات. باي باي.